لسه متضايق من شابتر 3 يا زوز؟ طب تعالى بقى نراجعه كله، يلا بينا. طيب يلا يا زوز نخش في الموضوع على طول. الشابتر بتاعنا ده تلت الامتحان، تلت الامتحان يا باشمهندس، تلت الامتحان. اسمه ايه؟ اسمه الكترومagnetic اندكشن. حلو، يعني توليد الكهرباء. طيب الشابتر ده انا عايز الم لك اهم النقاط فيه بسرعه، فعايز ورقه وقلم كده وتلم معايا. حلو، هو ايه الالكترومagnetic اندكشن؟ بص، في يوم من الايام طلع لك عمك فاراداي، عمي فاراداي، عمك فاراداي، قال لك ايه؟ قال لك انا هولد كهرباء وهغير العالم. طب حلو يا عم فاراداي، هتعمل ايه يعني؟ قال لك بص، فاراداي اكتشف ان انا لو عندي كويل، طب يعني ايه كويل؟ سولينويد يعني كده اهو، الايرن كور بتاعتي اهي، خلاص هعمل كده اهو، لفيت حواليها سولينويد بالشكل ده اهو كده بالمنظر ده. فهو كان عايز، بص، حته سلكه، عايز اولد كهرباء في حته سلكه. فقال لك ايه؟ قال لك والله انا لازم لي 3 حاجات، عايز ماجنت، عايز كويل، عايز موشن. يعني انا عايز ماجنت عشان يطلع لي ماجنتيك فيلد اهو، اول حاجه عايز ماجنت عشان يطلع لي فيلد او فلكس يعني. حلو، عايز تاني حاجه ايه؟ عايز سلك، سلك اولد فيها الكهرباء اللي هي الايه؟ السولينويد يعني او الكويل. حلو، تالت حاجه عايز ايه يا زوز؟ عايز موشن. يبقى اول حاجه سولينويد، ماجنت، حركه، توليد كهرباء. حلو، فاراداي قال لك ايه؟ قال لك والله ان انا اقدر اطلع انديوز اي ام اف. يعني ايه انديوز اي ام اف؟ يعني هولد فولت من الاخر. هولد ايه؟ هولد فولت. ما انش انت عارف يا زوز ان عشان لازم لما الكرنت يتحرك لازم يكون في فرق في البوتنشال بين نقطتين؟ لازم الكرنت يتحرك من البوتنشال العالي للبوتنشال الواطي. يعني انت فاكر لما كان بيبقى عندك مثلا لو عندي ريزيستنس كده وهنا عندي دي 4 فولت ودي 4 فولت، الكرنت اللي بيمر بالريزيستنس دي زيرو؟ زيرو. ليه؟ عشان ما فيش فرق بوتنشال ديفرنس. فهو هيولد انديوز اي ام اف يصنع بتوين التو تيرمينالز بتاعت الكويل ده بوتنشال ديفرنس، فيخلي في كرنت ايه؟ يتحرك. طيب عمنا فاراداي قال لك ايه؟ قال لك اول حاجه يا زوز ان انا عايز يكون عندي فاريشن اوف ايه؟ اوف ماجنتيك فلكس. يعني من الاخر قال لك انا عايز فلكس متغير، ماجنتيك فيلد متغير، خطوط فيض متغيره. الخطوط الفيض المتغيره دي لما تقطع في السولينويد الغلبان ده هتولد فيه كهرباء ترنايه ترنايه. هتخبط، بص عندي خطوط فيض كده متغيره اهي، هتروح ماشيه في دي، هتخبط في دي الاول، تروح مولده هنا كارنت، بعد كده كارنت او اي ام اف اي ام اف اي ام اف اي ام اف. طيب فالفاريشن اوف ماجنتيك فلكس دي بنعبر عنها بايه؟ انا عايز تقف عند الحته دي. يعني ايه كلمه فاريشن يا زوز؟ لا بص بقى كده، اصحى معايا. فاريشن بتبقى حاجه دايما بالنسبه للتايم، فاريشن معناها التغيير. يعني ايه التغيير؟ يعني عايز من الاخر ماجنتيك فلكس متغير. شوف الكلمه متغير يا زوز، يعني ايه؟ يعني قيمته مثلا بتبقى 5 6 7 8 7 8 9 كده، تفضل متغيره. طول ما في ماجنتيك فلكس متغير هيعمل لك ايه؟ انديوز اي ام اف. حلو الكلام؟ ماشي الكلام. طيب فانا هجيب الفاريشن ده منين؟ بص، اول حاجه اي دلتا على بالنسبه لدلتا تي، فانا كاني بشوف الفاريبل اللي هنا ده بيتغير قد ايه بالنسبه للتايم. هل تغيره في القيمه بتاعته سريع؟ هيعمل لي ماجنتيك فلكس اكبر، هيعمل لي انديوز اي ام اف اكبر. طب هل التغير بتاعه بطيء قليل؟ يبقى بالتالي عايزين نشوف الدلتا. يعني لو جبت اي دلتا فاي على دلتا تي هتولد لي انديوز اي ام اف، بس طبعا هتفرق في قيمه الانديوز اي ام اف. طيب فالبدايه انا عايز اقول لك ايه؟ اول حاجه الراجل ده قال لك ايه؟ قال لك انا هجيب ماجنت. حلو، هجيب ماجنت كده نورث وساوث. الماجنت ده بيعمل ايه؟ الماجنت ده بيطلع ماجنتيك فيلد ثابت، صح كده؟ كونستانت ماجنتيك فيلد. حلو، او كونستانت ماجنتيك ايه؟ فلكس، يعني خطوط فيض ثابته، بيطلع مثلا فاهم 5 خطوط مثلا. حلو، هعمل ايه بقى؟ هو انا دلوقتي عشان يعني خلينا كده في اللقطه دي، في اللقطه دي اعتبر ان الكويل مثلا شايف الايه؟ ال5 خطوط دول. حلو، ولكن يعني خلينا نعتبر ان الترنايه دي شايفه ال5 خطوط، لكن الترنايه دي مش شايفه حاجه. فانا لو حركت الماجنت ده هيبتدي
الترنايه دي اللي هي دي بعد ما كانت شايفه مثلا 0 فلكس هتشوف 5 فلكس. الله، طب ده مش تغيير؟ تغيير. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بالنسبه لكل ترنايه بقت شايفه فلكس مختلف. هي كانت في الاول شايفه 0، مش شايفه حاجه، بعد كده خبط فيها ايه؟ شوف الكلمه، خبط فيها ماجنتيك فلكس، فبالتالي هيولد فيها ايه؟ induced EMF. وهو ده يا عزيزي كونسبت فاراداي. قال لك ايه؟ قال لك producing of induced EMF or induced current بيحصل بايه؟ by variation of magnetic flux intersecting the coil. عايز variation للمagnetic flux يقطع الكويل يا ايه؟ يا زوز. حلو. فوالله انا لما حركت ده كده فالفلكس دي هتخبط في الترنز، فبالتالي هيحصل عندي induced EMF. حلو الكلام. طيب طبعا احنا عايزين نعرف اتجاهه ايه، ولكن خليني اقول لك ايه اللي هيحصل دلوقتي. اللي هيحصل والله يا زوز مالكش دعوه بدي ودي. اللي هيحصل دلوقتي كالاتي، ان انت ده هيبقى اتجاه الكهرباء عندك اهو كده. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي الاي ديت بقى عندها، بص الكهرباء بتتحرك من اي لبي، يعني في اي بقت اكبر من في بي، وهي دي بين هنا وهنا كده اتولد induced EMF. بس هو ده اللي عمله فاراداي، ولد induced EMF وبالتالي اتولد induced ايه؟ current. حصل هنا فرق في البوتنشال. حلو الكلام. طب عشان بقى يعني خلينا بقى نتكلم في الاصول بقى بجد. تعالى بقى بص، هو انا عشان اولد induced current او induced EMF محتاج ايه؟ اول حاجه قلت لك محتاج دلتا فاي على دلتا تي، محتاج فاريشن في الفلكس. طب 2، محتاج ان الفلكس ده ينترسكت الكويل بيربنديكولار. طب ليه بقى بيربنديكولار؟ حد شاطر هنا يقول لي. ها سمعك يا زوز؟ سمع؟ لا ما حدش قال. بص، هي الفكره ان هو لما يقطع هنا بيربنديكولار، فبالتالي تعالى افكرك بحاجه كده قديمه. فاكر الفاي مش كانت بتساوي بي في ايه ساين سيتا؟ يا باشمهندس فاكرها طبعا. طيب السيتا دي كانت بين ايه؟ السيتا دي بص خلي بالك، السيتا لما كانت ساين سيتا كانت بتبقى السيتا دي بين البلين اوف ذا كويل والماجنتيك فيلد. البلين اوف ذا كويل والماجنتيك فيلد يعني ايه؟ يعني انا لو عايز اعرف في كام فلكس بيعدي بين الكويل ده او بيعدي من الكويل ده، بص في ماجنتيك فيلد كده قطع الكويل ده اهو. طيب وعامله معاه انجل سيتا كده. حلو، قول مثلا 30 درجه. فانا عايز، لا انا عايز اعرف في كام فلكس، في كام خط فلكس، خط يا باشمهندس، خط فلكس بيقطع الايه؟ الكويل ده. حلو، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحسبها بنقول بي اي ساين سيتا، والسيتا دي كانت بتبقى البلين اوف ذا كويل بين الكويل والماجنتيك فيلد، يعني اللي هي ال 30. فانا لا انا عايز بقى الماجنتيك فيلد دي او الماجنتيك فلكس دي تقطع الكويل بتاعي بيربنديكولار، يبقى الانجل بين البلين اوف ذا كويل والفيلد 90 ديجريز. فهنا بص انت عندك طبعا دي ايه؟ الكويل عامل كده اهو، بص مدور كده، فانت ايه؟ الفيلد بتقطع ايه؟ بتقطع الكويل بيربنديكولار. ادي البلين بتاع الكويل اهو، بص اعتبر دي بلين كده اهي، خلاص بيقطع الايه؟ الفلكس بيقطعه ايه؟ بيربنديكولار. فبالتالي الفلكس كله بيقطعه بيربنديكولار، يعني السيتا دايما بايه؟ ب 90. فدي من الشروط الثانيه اللي هو قال عليها فاراداي. حلو. ثالث حاجه قال لك انا عايز كلوزد باس. يعني ايه؟ يعني الباص بتاعي يكون مقفول. حلو، تعالى كده بقى ايه نفصص الكلام على روقان. بص يا حماده، ولا بلاش يا حماده؟ ليه يا باشمهندس بلاش يا حماده؟ والله يا زوز دلوقتي بقى كل واحد بيطلع يقول لك ايه؟ يقول لك تيجي تقول يا حماده الاسيستنت يقول لي ايه؟ لا بلاش، اصل هي دي بتاعت عمرو الهادي. تيجي تقول مثلا فاهم كلمه يقول لك اصل دي بتاعت عمرو بيلا. فكل كلمه كل واحد مسك كلمه، فخلينا ايه؟ الزوز والزوزايه. بص بقى، اول حاجه خليك لازم تفهم دايما، لو انت عندك ماجنت وادي هنا كويل بالمنظر ده، خلينا ايه نكون فاتحين. دلوقتي الماجنت ده لما يتحرك كده خلاص اتحرك، يبقى الماجنتيك فلكس دي بص هتروح تقطع الكويل. تقطع الكويل يعني هيحصل انديوزد اي ام اف على طول، على طول 100%. ولكن هيحصل كرنت؟ لا مش هيحصل كرنت. ليه مش هيحصل كرنت؟ بص بقى هنا كده، بص لان دي مفتوحه. ايه يا باشمهندس ده؟ بص يا حبيب قلبي، الاسيستنت بتاعي كان جايب لي ماجنت عشان عملت على الفيسبوك تجربه فاراداي. حلو، فهو الصراحه
العصايه دي الراجل اللي في وسط البلد عمل معاه واجب جدا، باعها له ب 200 جنيه وقال لي انا عملت خصم يا باشمهندس وبقت ب 190. فاحنا طبعا الماجنت ما شغلش التجربه، فعملنا ايه؟ قلنا استخدمها عصايه بدل ما اروح اضرب الاسيستنت وهو قاعد دلوقتي. حلو. فبالتالي دلوقتي لما اجي هنا الماجنت ده يتحرك كده هيقطع الايه؟ هينترسكت الترنز دي، هيعمل ايه؟ هيولد انديوسد اي ام اف. فليكن مثلا هيعمل هنا دي بوزيتيف ودي نيجاتيف، هيولد كهرباء. من الاخر دي كده يا ولا هتبقى ايكويفالنت. بص الحته دي كلها هتبقى كانها باتري اهي، ودي مفتوحه. يعني ايه؟ مركز معايا. فاكر انت زمان لما كنت بحط الفولتميتر على البطاريه كان بيقيس ايه؟ كان بيقيس حاجه اسمها في بي ماينس اي ار. قول يا زمان ارجع يا زمان. فايه اللي بيحصل؟ طبعا الاي هنا بزيرو، فساعتها الفولتميتر ده كان بيقيس ايه؟ بيقيس الفولت بتاع البطاريه. فهو نفس الحوار، كأن انا عايز اجيب فولت بطاريه، فجبت كويل، حركت الماجنت، ولدت ايه؟ انديوسد ايه؟ اي ام اف. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب انا لو عايز بقى كرنت يمشي هعمل ايه؟ ولا اي حاجه يا زوز، هروح قافل على طول الايه؟ الكي دوت، فهيتولد ايه؟ هيتولد كرنت. الكرنت ده الايه؟ الاي انديوسد. حلو. طيب لحد هنا ايه؟ احنا تمام. طيب يا زوز خلينا الايه؟ نكمل. بص بقى الفكره ان هل يا باشمهندس لازم يكون عندي ماجنت مطلع ماجنتيك فيلد كده ويخبط في كويل عشان اولد كهرباء؟ احب اقول لك انه لا. بص، هو احنا اعتمدنا على ايه؟ اعتمدنا على الدلتا فاي على الدلتا تي. صح. جميل. طب ممكن تفك لي الدلتا فاي دي؟ تعالى نفكها. بص، الدلتا فاي دي هتساوي ايه؟ هتساوي دلتا البي في الايه. مين البي؟ الماجنتيك فيلد اللي هو بيعبر عن قوه الفلكس دوت، والاريا اللي احنا بنقطعها. ركز في الحته دي، الاريا اللي انا بقطعها، الاريا بتاعت السولونويد اللي انا بقطعها، عشان دي مهمه جدا. طيب على ايه؟ على دلتا تي. الفكره في ايه يا حبيب قلبي؟ الفكره ان انا لازم اجيب ماجنت؟ لا، مش لازم اجيب ماجنت. ليه؟ طب انا ممكن اجيب ستريت واير، ممكن اجيب مثلا سولونويد تاني، ممكن اجيب كويل. ليه؟ لان البي ديت ممكن تيجي من كذا حاجه. اولا ممكن احط ماجنت اهو، وكل طبعا ما اكبر قوه الماجنت كل ما هيطلع فلكس اكتر بشده اكتر، فتخبط لي هنا تولد كهرباء اكتر. حلو. ولكن انا ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن بدل ما اجيب ماجنت اجيب ايه؟ زي ما قلت لك ستريت واير. طب هو البي بتاعت الستريت واير كانت بتساوي ايه؟ ميو اي على 2 باي دي. معلش يا جماعه اهي. طيب او ممكن اجيب كويل. الكويل كان بيساوي ايه؟ واحد يقول لي مش فاكر. منير 2. مين منير 2؟ ميو ان اي على ار اضربها في 2 اهو، منير 2. حلو. او ممكن اجيب سولونويد تاني. حلو. البي بتاعته كام؟ بص، البي بتاعت السولونويد، فاكر لو انا قلت لك في السايت قلت لك المانيال، افتكر المانيال. انا بحب المانيال جدا على فكره يا جماعه، جدا. فاهي ميو ان اي ال على ال. ال دي هي طول السولونويد. المانيال يا باشمهندس، المانيال. ابتدي فكر ببساطه خالص. اتكلم كده فرانكو زي العيال اللي تيجي تقول لك صباح الخير مش تتكلم المانيال. فالفكره في ايه؟ الفكره ان انا ممكن اشيل الماجنت ده واحط بدلها مثلا سولونويد تاني فيه باتري كده ولا حاجه، فهتمشي كرنت. فاللي هيحصل هنا ايه؟ الكرنت هيتولد، هيطلع لك هنا ماجنتيك فلكس. الماجنتيك فلكس ده اروح محرك، يبقى انا عندي ايه؟ ده بديل الماجنت. يبقى اول حاجه كان عندي ايه؟ ماجنت او بديل ليه اهي، ماجنت او حاجه بتتصرف كانها ماجنت. ما احنا اتفقنا اي ستريت واير بيمشي فيه كهرباء هيحصل ايه؟ هيتحول لماجنت. فانا هنا ممكن الماجنت، او ممكن احط بداله كويل، او ممكن احط بداله سولونويد او ستريت واير. بس اهم حاجه العنصر الثاني ايه؟ العنصر الثاني الموشن. وكده انا عندي ايه؟ السولونويد الغلبان بتاعي اللي عايز اولد فيه كهرباء. بس حركت سولونويد، حركت كويل، حركت ستريت واير، حركت ماجنت. الماجنتيك فلكس بتاعتهم تخبط في الكويل الغلبان ده، ايه اللي هيحصل؟ هيتولد كهرباء في الكويل دوت. بس طبعا هنا كمان الكويل ده اوبن، فهيتولد انديوزد ايه؟ اي ام اف. حلو لحد هنا انت تمام قوي. بص تعالى كده ايه؟ نشوف قانون فاراداي الاول. اول حاجه الاي ام اف
اللي بتتولد في السولينويد عايزين نحسبها. طيب الاي ام اف دي بتساوي كام؟ بص بتساوي نيجاتيف ان دلتا فاي على دلتا تي. بص بقى قبل ما نتكلم عن القانون ده انا ملاحظ ان انا واخدك على الحامي كده، وده مش من عادتي الصراحه، فانا عايز اكلمك ان الحلقه دي برعايه ما بقتش حمل ذكريات الكليه بارت 2 بارت 2 بارت 2 عشان احنا اتكلمنا في بارت 1 في ثانيه ثانوي. بص بقى، اولا الكل فاكر ان الكليه هتخش اول يوم هتروح خابط في حد، يروح الكتب واقعه تنزلوا تجيبوها سوا هوب هوب زغاريت وبتاع. مش هيحصل مش هيحصل مش هيحصل عشان تبقى فاهم بس. وبالذات لو انت كنت بتجري ورا كليات قمه، او زي ما بيقولوا انها كليات قمه، لان مفيش حاجه اسمها كليات قمه في مصر. طيب فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هتخش على الناس اللي في هندسه، عندنا العيال في هندسه بتنزل والله فاهم الصبح كده بدري، تيجي لك الكليه شغاله بالطاقه الشمسيه. شغاله بايه؟ بالطاقه الشمسيه، لا واكلين ولا شاربين ولا اي حاجه، هم جايين العلم حرفيا. فالمهم كان عندنا مندوب لذيذ كده، احنا كنا بنصور المحاضرات، معينين مندوب الدفعه ده اللي الدكتور بيتكلم معاه، يعني الدكتور مش هيتكلم مع 300 واحد، هيتكلم مع واحد بس وهو يوصل لنا الايه؟ الدنيا. حلو الكلام. المهم يا باشا المندوب دوت كان مسؤول عن التصوير، جايبين اول حاجه مايك بفلوس الدفعه واضاءه حلوه، وكمان حد بقى بيتطوع بالايه؟ بتليفون كويس. فالمهم الباشا كان بينزل لنا الفيديوهات دي على اليوتيوب، وانا بيني وبينك يا زوز انتخت زيك كده وقعدت اتفرج على فيديوهات. المهم كل شويه الاقي اعلان زيت دابر امله، اعلان مش عارف ايه. طب انا عايز اركز في المحاضره. المهم سالت على الجروب قلت لهم يا جماعه في ايه الاعلانات الكتير دي؟ روح المندوب قايل ايه؟ هو انتوا عايزين تتفرجوا على الاعلانات ببلاش؟ انا عايزين تتفرجوا على المحاضره ببلاش؟ انا حاطط اعلانات عليها، عايز يكسب من اليوتيوب. المهم بعديها بشويه كده، بعد ما هو كان يعني الراجل ده كان على قد حاله، المهم شويه لقيناه لابس من زارا يا باشمهندس، والله من زارا، جايب جاكيت من زارا. طب وبعدين قلنا له ايه ده بقى؟ قالك فلوس اليوتيوب وبتاع ولسه صارفها. تخيل انت، ده بدايه اول قصه. وتعالى ايه نكمل، يلا. حلو الكلام. نرجع تاني لفاراداي مع الاندكشن بتاعه العجيب. قال لك الاي ام اف اللي بتتولد في الكويل اللي هو يعني السولينويد بيساوي نيجاتيف ان دلتا فاي على دلتا تي. مين الان دي؟ الان دي بتاعت السولينويد. تعالى بقى كده ايه نرسمها باسلوب لذيذ. ادي كده الكور بتاعتي خلاص اهو، سولينويد 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 سولينويد. حلو الكلام اهي، وسمي دي اكس وسمي دي واي، النقطه يعني النقطه دي كده والنقطه دي كده، وعندي الايه؟ الماجنت اللذيذ بتاعي. بص يا حبيب قلبي، اول حاجه انا اول هنا ما حركت الماجنت ده هو بيروح يقطع فين؟ بيروح يقطع في الترنس دي. ففاراداي قال لك كل ما عدد الترنس يزيد كل ما الاي ام اف انديوس دي هتزيد. يبقى اول حاجه نستنتجها من هنا ان الاي ام اف دايركت مع الان. طب ليه دايركت مع الان؟ لان كل ترنايه هتتحول كانها البطاريه صغيره. يعني ايه؟ يعني والله الانديوس دي الماجنتيك فلكس ده هيجي يخبط في الترن دي هيروح مولد هنا ايه مثلا، يعني بوزيتيف 2 فولت. طب هيجي يخبط في الثانيه بوزيتيف 2 فولت، هيجي يخبط في الثالثه بوزيتيف 2 فولت، بوزيتيف 2 فولت. فكانهم بطاريات كلهم ايه؟ سيريس مع بعض وفي نفس الاتجاه. ارجع لزمان قول يا زمان، وانت لما كان عندك بطاريتين كده مثلا في نفس الاتجاه كده، الكرنت بتاعهم في نفس الاتجاه، مش كنت ممكن اشيلهم واحط بطاريه واحده واقول بتساوي في بي 1 بلس في بي 2؟ هي نفس الحوار. فدي كلها كده الانديوسد ايه؟ اي ام اف بتاعتي التوتال. فبالتالي كل ما ازود عدد الترنس كل ما هيتولد كهرباء او فولتات ايه؟ ازيد. فبالتالي التوتال انديوسد اي ام اف ايه؟ تزيد. فبالتالي الاي ام اف دايركت مع الان. ايه يا باشمهندس؟ دايركت مع الان. حلو. طب والدلتا فاي على الدلتا تي؟ بص واحد كده لذيذ قوي اسمه الزوز قاعد كده مستريح وايه؟ فارد ظهره بيتفرج على الباشمهندس. بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا باشمهندس من القانون الاي ام اف دايركت مع الدلتا فاي على الدلتا تي. اقول له صح. طيب طب تيجي نفهمها؟ تعالى نفهمها. بص يا حبيب قلبي، اولا انا عايز الدلتا فاي على الدلتا تي دي لو هي كبرت، يعني لو يعني مثلا طب بص هديها لك ارقام. خلينا نقول النمبر اوف تنس دي 5 مثلا، والدلتا فاي على الدلتا تي ب6. 5 في 6 بكام؟ ب30. طب لو الدلتا فاي على الدلتا تي دي بقت 8، 5 في 8 ب40. زادت. طب حلو، يبقى كل ما الدلتا فاي على الدلتا تي دي تزيد كل ما الاي ام اف هيحصل لها ايه؟ هتزيد. طب تعالى نشوف بنزودها ازاي. بص بقى، اولا
الدلتا فاي على الدلتا تي. عايزين نعرف هتزيد ازاي. هتزيد عن طريقتين والله، يا اما ولا تيجي اكتبها لك فوق، لا تعالى اكتبها لك فوق بقى. بص بقى اهي الدلتا فاي على الدلتا تي هتزيد عن طريقتين، يا اما والله انا ازود الدلتا فاي او اقلل الدلتا تي. يعني ايه؟ بص انا هكتب لك كلمه واشوفك هتلمحها ولا هتفهمها ولا لا. الاي ام اف دايركت مع الفيلوسيتي بتاعت الماجنت. مع ايه؟ مع الفيلوسيتي بتاعت الماجنت. ليه بقى؟ بص هو اولا ركز معايا هنا كده، لو الماجنت ده اتحرك بفيلوسيتي، كان بيتحرك بفيلوسيتي في وبعد كده بقى يتحرك بفيلوسيتي 2 في، ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو قطع الترنس دي في وقت قليل. شوف الكلمه في دلتا تي قليله. طيب انا لما قللت الدلتا تي ايه اللي حصل للدلتا فاي على الدلتا تي؟ زادت. يبقى كل ما سرعه الماجنت، سواء انا حاطط هنا ماجنت، سواء حاطط سولونويد، سواء حاطط ستريت واير، سواء حاطط كويل، بحركه بسرعه كبيره، الاي ام اف انديوزد ان ذيس كويل ايه اللي هيحصل؟ هتزيد. فدي الفكره ان انا هقلل الدلتا تي ازاي؟ ان انا ازود الفيلوسيتي، بدل والله من الاخر امشي الماجنت ده بسرعه، فهقطع الايه؟ الترنس دي بسرعه، يعني في تايم قليل، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الدلتا فاي على الدلتا تي ايه؟ هتزيد. حلو الكلام؟ ماشي الكلام. طيب الدلتا فاي ازود بقى ازاي الدلتا فاي؟ بص يا حبيبي، اولا يا زوز يا جميل انت، ايه القصه؟ القصه ان انا عشان ازود الدلتا فاي في كذا حاجه. اولا تعالى نفصص الدلتا فاي. الدلتا فاي يا زوز لو اتفكت، تعالى بقى نكتبها لك هنا بقى. بص كده، الدلتا فاي بتساوي ايه؟ بتساوي البي في الاي في الساين سيتا، واحنا اتفقنا ان السيتا دي دايما بكام؟ ب90، لان هنا المagnetic فيلد بتقطع السولونويد بيربنديكولار على البلين. عارف لو الفيلد نازل بارل كده للسولونويد كده مش هيولد كهرباء، مش هيولد كهرباء. ليه؟ هات الفلكس هنا، الفاي بتساوي كام؟ بي اي ساين سيتا. طب السيتا بزيرو، ساين زيرو بزيرو، يبقى الفلكس اللي بيقطع الايه؟ السولونويد ده بكام؟ بزيرو، يبقى نو انديوزد ايه؟ اي ام اف، فلازم اقطعها بيربنديكولار. حلو، مش موضوعنا، مش موضوعنا. طيب الدلتا فاي بتساوي البي في الاي في الساين سيتا. حلو الكلام. فانا دلوقتي ممكن ازود البي او ازود الاي. طب ازاي؟ بص بقى، انت دلوقتي لو كبرت الدلتا فاي ده معناه ايه؟ معناه فلكس اكتر هيخبط في الكويل، فهيولد انديوز اي ام اف ايه؟ اكبر. طب انا اكبر الدلتا فاي ازاي؟ اجيب ماجنت اقوى، اجيب الماجنت بقى البي بتاعته حاجه تسلا كده محترمه، حاجه كبيره كده. طيب ممكن اكبر البي عن كذا حاجه، ما هو على حسب هو ايه. يعني مثلا لو هو سولينويد، لو انا جايب سولينويد بدل الماجنت ده يخبط في السولينويد، يعني بص، لا لا لا، تعال بص كده، لو انا عندي ايه؟ سولينويد كده اهو بالمنظر ده، وفي باتري. ليه باتري؟ عشان يطلع كارنت، والكارنت ده اهو 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 اهو. حلو الكلام. وجيت حركت السولينويد ده بسرعه في مثلا، المهم موشن، يعني موشن، وجيت خليته يخبط. طبعا ده لما يعمل كده هيطلع انديوز اي ام اف كده، خلاص هيطلع قصدي فلكس، يروح خابط في ايه؟ في السولينويد ده اهو، هيولد كهرباء. حلو الكلام. فالفكره في ايه؟ الفكره ان انا لو عندي سولينويد، طيب ما الدلتا فاي ساعتها هتساوي ايه؟ هتساوي البي في الاي. انا عايزك بس تركز بالله عليك في البي في الاي ديت. ليه بقى؟ لان خد بالك انت القانون بتاعك ايه؟ بتاعك الانديوزد اي ام اف. اولا خلي بالك ان الانديوزد اي ام اف ده رمزها كده اسمها الافريج. يعني الانديوزد اي ام اف اللي انا بحسبها الافريج، اللي هو المتوسط بتاعها كام؟ قلنا هيساوي نيجاتيف ان دلتا فاي على الدلتا تي. ممكن افك الدلتا فاي دي ازاي؟ بص ادي نيجاتيف ان، الدلتا فاي دي هفكها دلتا بي في ايه؟ مين البي؟ دي البي الاكسترنال، دي البي الماجنت، دي البي السولينويد ده من الاخر البي اكسترنال اللي بتعمل لك الايه؟ الانديوز. يعني انت البي ديت ممكن تطلع لك من سولينويد او ماجنت او كويل او واير، اي سلكه ماشي فيها كهرباء تطلع ايه؟ ماجنتيك فيلد. حلو. الاريا دي بقى مين؟ دي الاريا اللي بتقطعها الفلكس ده. يعني الاريا بتاعت ايه؟ بتاعت السولينويد ده. يعني لو سميت السولينويد ده واي وسميت السولينويد ده اكس، فمن الاخر دي هتبقى بي اكس في اي واي. لا تعالى بقى ايه؟ اعلمها لك بقى بايه؟ كده اهي.
اي اكس على دلتا ايه؟ على دلتا تي. فالبي دي ممكن ازودها ازاي؟ انا قلت لك انا عايز ازود الفلكس، عايز ازود البي او الاي. هزود الفلكس ازاي؟ والله انا عندي مثلا في الحاله اللي انا فيها البي بتاعت السولونويد ده ميو ان اي على ال. عارف ممكن اعمل ايه؟ ممكن ازود الكرنت اللي ماشي هنا، او ممكن اقلل الايه؟ ال ديت طول السولونويد ده، او ممكن ازود النمبر اوف تيرنز بتاعت الايه؟ السولونويد ده، او اجيب كور البرمابيليتي بتاعتها الميو دي اكبر. كل ده هيزود لك الايه؟ البي. طب البي لما تزيد يبقى الفاي زادت، يبقى الفاي اللي هتقطع السولونويد ده زادت، يبقى الانديوز اي ام اف ايه؟ زادت. او عارف اعمل ايه تاني؟ او اكبر الاريا بتاعت السولونويد ده الاي واي دي، اخلي الاريا بتاعته اكبر. طب الاريا بتاعته لما تكبر ايه اللي هيحصل؟ ولا اي حاجه يا زوز، الانديوز اي ام اف ايه؟ هيزيد. يبقى تخلي بالك ان الدلتا فاي لما بتتفك بي اكسترنال في الاريا اللي انت بتقطع فيها، بماجنت في الاريا اللي ايه؟ اللي الماجنت ده بيقطعها. بس كده. طيب بص بقى، طبعا انا برضو واخدك على الحامي قوي، هحكي لك بقى قصه تانية برضو ما بقتش حمل الكليه. بص عندنا بيحتفظوا بالفايلات مثلا من الاف السنين، من الاف الايه؟ من الاف السنين. كنا الصراحه بنعمل بروجكت كده، فالبروجكت ده كان في الكوميونيكيشن. حلو الكلام. كان في الفور جي اعتقد، يعني الفور جي الفور جي يقول لك اكتب ريبورت كده واعمل حاجات ماتلاب، حاجات صعبه يعني بتطلع يعني فاهم زي بتعمل تجربه يعني. فالمهم احنا مزنوقين قوي. ليه؟ مراكمين يا زوز زيك كده بالظبط. فالفكره في ايه؟ الفكره قلنا طب ما تيجي ننقل من الفايل بتاع السنه اللي فاتت، لانه كان المشروع ده هو زي بتاع السنه اللي فاتت واللي قبله. فالدفعه اللي اكبر مننا الله يبارك لها كانت بتبعت لنا الايه؟ الفايلات. المهم احنا نقلناها وغيرنا شويه كده في الايه؟ كنا احنا بنحط صور للايه؟ يعني احنا المفروض بنطلع بالبرنامج صور، خلاص؟ صور ويفز كده وايه وحاجات كده. فالمهم قلنا ايه؟ نعدل فيها شويه بالفوتوشوب عشان المعيد ما ايه؟ ما يمسكهاش. راح قايل لنا ايه؟ قايل لنا انتوا ناقلين من المهندس كذا الدفعه اللي قبليكم. تخيل انت، يعني تخيل. طب محتفظ بيها ليه؟ يعني محتفظ بيها ليه؟ ما انت برضه هتتجنن. طب اداك كام يا باشمهندس؟ مالكش دعوه انا يا زوز، عدت يعني ربنا سترها. كام يعني؟ صفر يا عم، صفر. حلو كده، ادانا صفر. فالفكره ان هو يعني محتفظ ليها ليه؟ عنده هاردات زياده يعني. فدي من الحاجات اللي هي ايه؟ ما بقتش حمل ايه؟ ذكرياتي في الكليه. طيب فصلتك شويه، تعالى كده ايه؟ نخش على حاجه حلوه هنا. اولا انا اتكلمت عن حاجات كتير بس ما اتكلمتش عن النيجاتيف دي. النيجاتيف دي حاجه اسمها لينز رول. مين؟ لينز رول. من الاخر يا حبيب قلبي، الانديوز اي ام اف ده مش متولد كده عشان يساعدك. عشان ايه بقى؟ عشان يضايقك، عشان يضايقك، عشان يضايقك. يعني انت دلوقتي من الاخر الماجنت اللي كان متسبب انه يولد كهرباء في السولونويد ده، ايه اللي هيحصل؟ السولونويد هيروح رادد عليه. يعني انت ده هيتحرك كده، هيولد انديوز اي ام اف هنا. فالانديوز اي ام اف هيولد انديوز كارنت، لان دي سلكه ايه؟ كلوزد باس. طيب ما في كارنت هنا انديوز، ده هيمشي. الكارنت الانديوز ده لما يمشي هيعمل ايه؟ اهو هيولد فلكس. هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك فلكس. سلكه ماشي فيها كهرباء هيعمل ايه؟ فلكس. عارف الفلكس ده اتولد ليه؟ عشان يغلس على ده. كانوا بيقول للماجنت ايه؟ مش عايز منك مساعده. مستحيل، مش عايز مساعده. بس هي دي الفكره، هي دي النيجاتيف. النيجاتيف ده تو اوبوز ذا تشينج. من الاخر السولونويد ده قاعد في حاله مش عايز اي تغير. فلو حصل فيه تغير، يعني من الاخر واحد شدك كده يمين يا زوز، ايه؟ واحد شدك يمين كده، بس ما تخليش حد يشدك. المهم واحد شدك كده، تروح انت عامل ايه؟ اوعى ايدك كده. هو ده نفس الحوار كده. هو دلوقتي واحد بيشده كده، اوعى ايدك. بس هي دي النيجاتيف. النيجاتيف تو اوبوز ذا تشينج. يعني من الاخر انا كنت وضعي ثابت كده، فواحد شدني راح جابني كده. عارف الانديوز اي ام اف بيعمل ايه؟ بيرجعك تاني مكانك. بس بيوبوز ذا تشينج، ايه؟ من الاخر هو مش عايز يتغير. حلو. طب دي النيجاتيف. بس في نقطه تانية برضو، الانديوزد افريج دي، عشان دي نقطه ناس كتير بتنساها. ده مومنترلي. يعني ايه؟ بص، مومنترلي يعني لحظيا. يعني الانديوزد اي ام اف هيتولد لحظيا يا زوز وخلصت الحكايه. لحظه واحده هيمشي كهرباء وفجاه يختفي. ليه بقى؟ بس انا هديك مثال، ولو جاوبت صح انزل اكتب لي تحت في الكومنتات، ليك عندي مفاجاه. حلو. هو لو انا فضلت احرك الكويل ده رايح جاي كده، رايح جاي كده مستمر، رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، الانديوز اي ام اف ده هيروح. ها، لو انت جاوبتها صح دلوقتي اديك فرصه، لو جاوبتها صح ليك جايزه.
لو انا فضلت احرك الماجنت ده عمر ما هيفضل دايما في الانديوز اي ام اف ده. ليه بقى؟ لان دايما هيفضل فيه فاريشن، هيفضل فيه موشن. طالما في موشن في انديوز. لكن انت دلوقتي بعد ما ده اتحركته كده وسيبت مكانه هيولد هنا انديوز اي ام اف لحظيا وبعد كده يختفي بس كده. لكن لو فضلت الماجنت ده عمال تحركه فهيفضل فيه فاريشن، هيفضل فيه دلتا فاي على دلتا تي، فهيفضل فيه ايه؟ انديوز اي ام اف. ولو هي كلوزد بس هيتولد ايه؟ الاي. بس ايه؟ بس كده. طيب تعالى نشوف النيجاتيف اللي كانت مضايقاك دي. اولا انا عندي نوعين من الانديوز اي ام اف. بص بقى الحته الحلوه جايه. نوع اسمه فورورد ضعيف كده بيساعد، من الاخر ابو قلب ابيض. ابو قلب ايه يا باشمهندس؟ ابو قلب ابيض. طيب والتاني اسمه باك انديوزد اي ام اف. ده مين ده بقى؟ ده الشرير، ده اللي من الاخر جاي يكسرك من الاخر. بص عندي نوعين، عندي فورورد اي ام اف وعندي باكورد ايه او باك انديوزد اي ام اف. ده مين وده مين؟ تعالى نتكلم ببساطه عن الفورورد. الفورورد ايه الفكره؟ بص بقى، لو انا عندي كويل بالمنظر ده كده، خلينا ايه، هو حد عارف يا جماعه الكور اللي احنا بنحطها لحته الحديده اللي بنلف عليها السولونويد ده ليه؟ هقول لك انا ليه. يعني ايه الفرق دلوقتي لو انت حاطط كور من لو مش حاطط؟ بص الفكره في ايه؟ الفكره الكور ده بيكونسنتريت المagnetic فلوكس، يعني المagnetic فلوكس اللي جايه له هو بيجمعها. اصل خد بالك مش كل المagnetic فلوكس، يعني لو حطيت ماجنت كده وجاي لي كده فهو مطلع ماجنتيك فلكس كده اهو اهو اهو، طالعه من النورث رايحه للساوث، طالعه من النورث رايحه للساوث. مش كل دي بتروح، مش كل دي بتقطع، لا بتفقد شويه، بتفقد شويه. طيب فبالتالي ايه؟ فبالتالي هي لما تفقد شويه فانا عايز بقى الشويه اللي جايين يكونوا كتير، فبعمل ايه؟ بحط هنا كور بحيث يكونسنتريت ويجمع لي الماجنتيك فلكس كويس. حلو الكلام، حلو الكلام. المهم يا جماعه انا الفتره دي بعاني من مشكله كبيره جدا. ايه هي؟ اي حد يكلمني في اي حاجه اشرحها له. ازاي يعني؟ يعني كان لي واحد صاحبي هو بيشتغل في مجال العقارات، فالمهم هو كان عنده برزنتيشن فكلمني يعني كخبير في الشرح، يعني انت عارف يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي. فالمهم قال لي يا وائل يا وائل قال لي، ما طبعا ما قالش يا باشمهندس يعني. فالمهم قال لي ايه؟ انا عندي برزنتيشن. رحت قايل له ايه؟ قلت له حلو، خش عليهم كده قول لهم السلام عليكم، النهارده هنتكلم على الريل استيت. ايه؟ عن الريل استيت. ويفضل يشرح بقى كده. عارف حصل ايه؟ خصموا له. ماشي يلا بينا. المهم انا دلوقتي عايز احدد ايه الفورورد ده. بص يا حبيبي، لو انا دلوقتي هو في الوضع اللي احنا فيه ده دلوقتي، السولونويد شايف مثلا ادي كام خط؟ 1 2 3 4، شايف 4 خطوط ماجنتيك فلكس صح؟ فهو نفسه يفضل ثابت على الوضع ده. السولونويد بيحب يبقى ساكن، بيحب يفضل ثابت. جيت انا حركت الايه؟ الماجنت ده كده بسرعه في. طيب ايه اللي هيحصل؟ السولونويد هيبدا ايه؟ مش هيبدا يشوف الاربعه، هيشوف مثلا 3 في 2. ايه ده؟ ده فاريشن. طالما فاريشن يبقى هيتولد هنا ايه؟ هيتولد هنا انديوزد اي ام اف. حلو. وهيتولد انديوزد كارنت بسبب ده كلوزد بس. طيب هو تولد ليه؟ تولد اولا عشان يعني هو هيتولد بقى هيعمل ايه هنا؟ هو عايز يزود الفايل اللي قلت دي. ايه؟ عايز يزود الفايل اللي قلت. من الاخر هو كان شايف فاي معينه، يعني هو كان شايف فاي اوريجينال واصله له حبه خطوط واصله له. حلو. لما حركت الماجنت الخطوط دي بتبعد عنه، فبالتالي الكويل ما بقاش شايف الفاي اوريجينال، شايف فاي اقل. فهو عايز يعمل ايه؟ عايز ايه؟ يعاكس التغيير ده. عايز يعمل ايه؟ عايز يعلي الفاي تاني. طب هيعلي الفاي ازاي؟ هيعمل انديوز اي ام اف تولد كارنت، الكارنت ده يولد انديوزد فلكس. ليه سميته انديوزد فلكس؟ لانه متولد الانديوزد فلكس ده جه بسبب الانديوزد كارنت. حلو. فيولد انديوزد فلكس ايه؟ يزود الفاي تاني اللي هي قلت. فالفورورد ده والله لو الفاي المتسببه ان هي تولد الكهرباء دي قلت هيحصل ايه؟ هيحصل فورورد. هيعمل ايه؟ عايز يزود الفاي تاني. من الاخر قلبه ابيض وما بيحبش حد يخسر.
بس طيب تعالى بقى نخلص حاجه معينه. اولا يا جماعه احنا عايزين نشوف بنشوف ازاي اتجاه الانديوزد كارنت. ايه ده؟ امبير رايت هاند رول. ايه ده؟ امبير رايت هاند رول. بص يا حبيب قلبي، اولا لما الكويل بيبعد عنه هو بيقول له ايه؟ ما تسيبنيش ارجوك. فهيعمل ايه؟ هو عايز يشده. فالحته دي هتبقى ايه هنا؟ ساوث وهنا نورث. طب ليه هنا ساوث؟ عشان تشد الايه؟ النورث، يحصل اتراكشن. هو بيقول له ايه؟ ما تبعدش، تعالى. فيروح ايه؟ شده كده، فيروح ده متولد ساوث. طيب ايدك الجميله هتحطها كده، الصمب في اتجاه النورث كده، يبقى اتجاه الكرنت ايه؟ لتحت كده اهي. بس نصيحه عشان خاطري، اولا انت بتحدد اتجاه الكهرباء على السلكه الباينه دي، ما تجيش تحطها لي هنا. على فكره دي مش موجوده، هي دي تحت، يعني دي من هنا كده وهنا كده، يعني بتحط البدايه من هنا. فانت ايدك اهي خلاص، الصمب ده في اتجاه النورث، صوابعك في اتجاه الايه؟ في اتجاه الكرنت. حلو. طيب يعني هتعمل كده اهي، فيبقى الصمب في اتجاه النورث، يعني المagnetic فيلد اللي هتطلع ايه؟ من هنا كده اهي كده، من النورث للساوث. فبالتالي ده بقى ايه؟ بقى ماجنت. حلو، النورث اهو والساوث اهو، الساوث ما بين ده وده هيحصل ايه؟ هيحصل اتراكشن. فهو بيقول له ايه؟ بيقول له ما تسيبنيش من الاخر يعني. فبالتالي الفاي لما تقل هيحصل فورورد انديوسد اي ام اف، هيبقى عايز يزود الفاي تاني، فهيعمل ايه؟ اتراكشن ايه؟ اوكيرز. الله 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 يا باشمهندس، حلو الكلام ده، ركز بقى. طيب ما تيجي كده ايه؟ نتحمل شويه هنا، نتحمل يعني، خليك يعني عارف اللي هو ايه؟ يعني بتقعد تدقق قوي. بص كده، بص كده هنعمل ايه؟ بص يا حبيب قلبي، هو اولا الانديوسد كارنت الاخضر ده، الانديوسد كارنت ماشي منين لمين؟ اهو هو ماشي كده، هيمشي من هنا لهنا، صح؟ يعني نقطة بي دي بقت ايه؟ بقت بوزيتيف، ونقطة ايه دي بقت ايه؟ بقت نيجاتيف. يبقى هو عمل فعلا الانديوسد اي ام اف، عمل ايه؟ عمل فرق في البوتنشال. طب انا لو عايز ارسم الرسمة دي كتخيل، كتخيل، خد بالك احنا بنتخيل، مش كلام صح يعني، بنتخيل. لو انا عايز اشيل الماجنت ده واحط بداله باتري، ليه؟ لان هو اساسا السولينويد ده عباره عن ديوز دي ام اف، يعني كانه بطاريه. هنعمل ايه؟ ادي بطاريه اهي، قول لي انهي شكل اللي صح. هنعمل كده اهي، وادي هنا بي، وادي هنا ايه، ولا هنحط بدلها كده؟ وادي هنا ايه، وادي هنا بي. واحد جامد قوي، جامد قوي يقول لي بقول لك ايه، انا مهندس كهرباء زيك، مش البي البوزيتيف؟ سوري يا جماعه، دي ايه ودي بي، معلش، دي كده ايه اهي، دي كده البي ودي كده الايه. واحد يجي يقول لي ايه؟ يقول لي مش البي عند البوزيتيف؟ اقول له يقول لي خلاص يبقى البي لازم تكون جنب الايه؟ العصايه الكبيره بتاعه الباتري، لانها البوزيتيف، فدي تبقى بوزيتيف، ويبقى ايه؟ الكرنت طالع من هنا ماشي كده من البي للايه. لكن هنا الكرنت هيمشي من الايه للبي، وده مش الكرنت الصح، الكرنت ماشي من البي للايه. ده تاني تخيل احب ايه؟ احب اعرفه. يبقى دي غلط، دي اللي صح. جميل جدا جدا. يبقى فهمت دي الايه؟ دي القصه بتاعه الفورورد، ان الفاي بتقل، فهو عايز ايه؟ يغير، يعمل اوبوز للتشنج اللي حصل له، فعايز يزود ايه؟ الفاي تاني. حلو الكلام، ماشي الكلام. طيب يا زوز تعالى نكمل الفورورد. طيب هو انا لعبت اول حاجه على ايه؟ لعبت ان انا قللت الفاي، صح كده؟ انا قللت الدلتا فاي، عن ان انا خليت الماجنت يبعد عن الايه؟ الكويل. طب تيجي نلعب لعبه ثانيه. تعالى يا هندسه، بص الحته دي متوقعه في الامتحانات، ولو انا بحط الامتحان هجيبها، واكيد المستشار هيجيبها، فركز معايا كويس قوي عشان الحته دي سخنه جدا. هو انا لو قللت الاريا بتاعه الكويل، ايه اللي حصل؟ قللتها ازاي يعني؟ بص، لو انا عندي ماجنتيك فيلد كده اهو بالمنظر ده، بص كده، بص اهو، عندي ماجنتيك فيلد وعندي كويل كده، سكوير كويل اهو. ايه اللي هيحصل لو انا جه قال لك في الامتحان ان حصل شرينكينج؟ يعني ايه؟ يعني الاريا بتاعت الكويل ده كشت. اولا خلي بالك من حاجه، هو هنا ينفع يحصل انديوس اي ام اف ولا لا؟ ينفع. ليه؟ لان اولا الماجنتيك فيلد بيربنديكولار على ايه؟ على الكويل اهي داخله لجوه على البلين بيربنديكولار. واحد، تمام. اتنين، لما عمل شرينكينج ده هيعمل ايه؟ بص لي بقى وركز اهو، ركز كده معايا.
بص هو قللها لك. يعني ايه قللها لك؟ يعني خلى لك السكوير ده بدل ما هو الاريا بتاعته كبيره كده صغرها كده. طيب ده معناه ايه؟ هو اول حاجه هي الاريا دي بتقل في زمن معين، صح؟ صح. طب هو لما الاريا تقل ده معناه ايه؟ معناه ان الفلكس قل. ايه معناه ان الفلكس قل؟ مش انا جيت قلت لك ان الاي ام اف بتساوي نيجاتيف ان دلتا فاي على دلتا تي؟ طيب مش انا جيت قلت لك ان هي نيجاتيف ان دلتا في بي اي، قلنا خلاص الساين سيتا دي خلاص عشان هو بيبقى بيربنديكولار على دلتا تي. هو انا لما اقلل الاريا ايه اللي هيحصل للانديوزد اي ام اف؟ او ايه اللي هيحصل يعني للدلتا فاي؟ يعني الدلتا فاي بتساوي دلتا بي في اي، انا قللت الاريا يبقى ايه اللي هيحصل للدلتا فاي؟ هتقل. طب ايه الدلتا فاي لما تقل الكويل هيسمح بكده؟ لا، هيعمل ايه؟ هيبقى غلبان. يعني ايه هيبقى غلبان؟ هيبقى قلبه ابيض. يعني هيحصل ايه؟ فورورد انديوز اي ام اف. حلو حلو. يبقى اذا انا ممكن يحصل 3 حاجات الصراحه في الفورورد. اول حاجه انه يقلل لك الدلتا فاي عادي، ده عن طريق ايه؟ عن طريق حاجتين. يا اما يجيب لك الماجنت كده اهو، ويجيب لك السولونويد خلاص بالمنظر ده. طبعا مش صح كده اهو، ادي الكوره اهي 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 اهو، ويعمل لك ايه؟ يبعد لك الماجنت. يعني ايه يبعد لك الماجنت؟ يبقى بالتالي الفلكس اللي كان شايفه السولونويد هيقل، الفاي هيقل. يقلل لك الفاي او يقلل لك الاريا او يقلل لك البي. ازاي؟ بص هنا هو ما قللكش الفلكس بس قلل لك الاريا. طب لما قلل الاريا ما هو الفلكس بيساوي بي في ايه، فلما قلل الاريا عن الفلكس هيقل. طيب وطبعا دي مش بيحصل لها شرينكينج كده في زيرو تايم، لا في ايه؟ في دلتا تايم. فانت عندك دلتا تايم وحصل دلتا اريا، هينتج ايه؟ دلتا فاي على الدلتا تي. واحد يقول لي دلتا فاي على الدلتا تي هتعمل ايه يا باشمهندس؟ هتعمل انديوز ايه؟ اي ام اف. فبالتالي بس هيبقى فورورد. طيب هنا عشان يعمل فورورد هيحصل ايه؟ هو متضايق ان الفلكس بيقل فهيعمل ايه؟ هيعمل فورورد كده. ايه؟ يعني الكرنت الانديوزد كرنت هيبقى ايه؟ هيبقى ماشي كده. طب ليه كده يا باشمهندس؟ لان يا حبيب قلبي اولا هو لازم، هو عايز يعمل فلكس يكون في اتجاه الفلكس الاصلي عشان يقويه. حلو. طب الفلكس الاصلي ايه؟ انتو ولا اوت؟ انتو ذا بيج. فهو هيعمل انتو ذا بيج برضو عشان يزود الفلكس اللي قل، عشان يقول له ايه؟ لا ما تقلش ارجوك. بس فيروح عامل ايه؟ امبير رايت هاند رول اهي اهي اهي، صوابع في اتجاه الكرنت اهو، اتجاه الكرنت اهو. اولا يعني انت من قبل ما تجيب الكرنت في اتجاهه كده تقول ايه؟ تقول انا عايز الفلكس انتو ذا بيج. فهتلاقي ايدك ايه؟ بتروح كده، فتعرف ان الكرنت ايه؟ اهو ماشي كده. صح صح. بس يبقى ده هيعمل لك ايه؟ فلكس انتو ذا بيج بمنتهى الايه؟ البساطه. حلو الكلام. الكلام ده ايه؟ مومنترلي برضه. يبقى دي كلمه الايه؟ الاوبوزيت تشينج. حلو. في الاخر هجمع لك القوانين، هقول لك تحل ازاي لو الاريا قلت او حصل حاجه. طب دي كيس. تاني كيس ايه؟ تاني كيس انه يلعب لك في البي مش في الاريا بقى، هيلعب في الايه؟ اهو لو جاب لك والله بي كده اهي بالمنظر ده، كتيره كده، كتيره 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 اهو بالمنظر ده، وحاطط لك حواليها سكوير كده اهي او حتى ريكتانجل مش مهم. وقال لك ايه؟ قال لك البي قلت. بس خد بالك هو مش هيقول لك البي قلت، هو يرسم لك رسمه كده. بص 1 2 3 4 بالمنظر ده اهو كده. وخد بالك هيثبت لك الاريا. يعني الاريا مش صح تبقى كده، الاريا هتبقى ايه؟ ثابته، هتبقى اريا قد دي بالظبط اهي بالمنظر ده اهي كده اهي. لو انت بصيت هنا هو اول حاجه هي البي بتعبر عن ايه؟ البي اسمها الماجنتيك فلكس دينستي، يعني من الاخر كثافه الخطوط. بيشوف كثافه الخطوط قد ايه. طب هنا الكثافه كتيره، ده هنا في خطوط كتيره جدا، لكن هنا قلت، البي قلت بس الاريا ثابته. طب هي البي لما تقل ارجع للفاي، مش الفاي بتساوي بي في ايه؟ انا قللت البي يبقى ده هيعمل ايه؟ هيقلل الفاي. وطبعا الديكريزنج اللي حصل ده مش بيحصل في زيرو تايم، بيحصل في تايم صغير. يعني عندي دلتا تي يبقى دلتا فاي على دلتا تي يبقى ايه؟ انديوس دي ام اف طبعا. بس طيب هو هنا لما الدلتا فاي قلت الراجل ده كويس ابو قلب ابيض، فورورد
هيعمل ايه؟ يعني هو عايز يعمل ايه؟ يساعد الايه؟ الفيلد دي، يعني عايز فيلد في نفس الاتجاه، يعني عايز اتجاه الاي، هيعمل اتجاه اي بحيث يعمل لك ماجنتيك فلكس انتو ذا بيج. يبقى انا عايز انتو اهو، يبقى الكرنت هيمشي كده اهو الانديوزد، ويعمل لك ايه؟ انتو ذا بيج، عشان ايه؟ يزود الفلكس اللي ايه؟ اللي قل. بس كده. يبقى عندك 3 حاجات للفورورد، يا اما والله يبعد لك الماجنت فيقلل لك الفلكس، يقلل لك في الفلكس بشكل عام، يا اما يقلل لك في البي، يا اما يقلل لك في الايه؟ في الاريا. بس كده. ده الايه؟ ده الفورورد انديوزد اي ام اف. طيب يا رجاله ثالثه ثانوي، تعالى ايه؟ نكمل. بس احكي لك قصه بسيطه كده يا زوز افصلك بيها. برضو ما بقتش حمل ذكرياتي في الايه؟ في الكليه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا كنا في بروجكت خلاص مع بنت، يعني بنات، كان في بنات في التيم خلاص. المهم انا والله ما عجبنيش كده البروجكت، يعني قاعد بحاول من الصبح، تعبت يعني لحم ودم يعني. رحت قافل اللاب وقلت انزل اروح اركان. اروح ايه؟ اروح اركان. حلو. المهم يا ريس، وانا في اركان الاقي مكالمات 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 من بنت معايا في التيم. قلت دي عايزه ايه دي؟ المهم الو، ازيك يا باشمهندس؟ ايوه ازيك؟ في ايه بالظبط؟ ايه ده؟ بتقول لي انت فين؟ تتكلم كده يا زوز، انت فين؟ قلت لها انا خارج. من غير ما تقول لي، من غير ما تقول لي ايه؟ من غير ما تقول لي دي يا زوز، انت متخيل الغرابه في ايه؟ قلت لها ايه من غير ما اقول لك دي؟ قالت لي احنا في بروجكت واحد ولازم تقول لي وما ينفعش تنزل دلوقتي. قلت لها خلاص. عارف قلت لها ايه يا زوز؟ رد جميل جدا. قلت لها خلاص بعد كده بقى اللبس اللي بتلبسيه ده ما تلبسوش تاني، طالما التدخل ده ايه بقى كده علني. بس اوعى تعملها يا زوز. ليه بقى؟ يعني ببساطه خالص بنت زي دي ممكن ايه، هي طبعا محترمه وجميله يعني هي الفكره مش في قصه الاحترام، هي الفكره في قصه يعني الاتيتيود بتاع الايه، زمايلك اللي هيبقوا في ايه، في هندسه. ايه يعني من غير ما تقول لي يا زوز؟ يعني انت انا حر، ده انا داير اكاديميه، فمش هينفع. بس فالمهم ايه، تعالى ايه نكمل. الحمد لله دلوقتي انا بعمل ماجستير خلاص، وان شاء الله اتعين معيد قريب، فيا رب ما اقابلش الايه الناس دي ايه تاني، بس هعذبهم بقى، هجيب لهم كوزات ما تتحلش. بص يا باشا، تعال نتكلم عن الباك انديوزد اي ام اف. طيب ايه الفكره؟ الفكره والله ان الفاي اللي بتقطع الكويل بتزيد، فالكويل عايز يعمل ايه؟ عايز يقللها. يعني مثلا جيت اديت لحد تيبس 200 جنيه، راح رميها في وشك. ايه؟ راح رميها في وشك، يقول لك انا تمام، انا زي الفل كده. فتعالى نشوف الكويل عمل ايه في الحاله دي. بص، اول حاجه انا عايز ارسم لك كذا كيس كده، كذا كيس كذا كيس. بص كده، بص 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 بص، اهو 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 اهو. شكل تاني، شكل تاني. تعالى كده 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 كده، اس ان اهو. ركز معايا يا زوز، الله يبارك لك، الله يبارك لك. بص كده، سمي دي اكس وسمي دي واي، سمي دي اكس وسمي دي واي. حلو. الفكره في ايه؟ الفكره هنا يا زوز ان انا الماجنت ده، خلينا نرسمه بعيد شويه اهو كده. الماجنت ده مطلع ايه؟ مطلع ماجنتيك فيلد عادي خالص اهو، من نورث للساوث، اتجاه من نورث للساوث، من نورث للساوث. ايه الفكره؟ هقربه من السولونويد ده. طب هو لما يقرب، مش الدلتا فاي الفلكس دي اللي هتقطع هنا هتزيد؟ طبعا هي الفلكس بعيده عني، يعني فاهم؟ يعني شايف خطوط من بعيد كده ما لمستنيش، فهي لما تقرب هتيجي في وشي، فهي هتيجي في وش السولونويد، هتيجي في وشه، هتيجي في وشه. فبالتالي ايه؟ هو بالنسبه له الدلتا فاي زادت، هو مش عايز بقى زياده، هو عايز زي انا شايف مثلا من هنا من على بعد 3 فلكس انا ولا 2 فلكس، انا عايز اشوفهم 2، لكن لما تقرب انت هتشوفهم كلهم، فبالتالي هو مش عايز الزياده دي، فهيعمل هنا انديوز اي ام اف، تروح عامله انديوز كارنت، تروح عامله انديوز فلكس عشان تقلل الايه؟ الزياده اللي هو ايه؟ شافها. بس كده، هو ده الايه؟ اللينز رول تو اوبوز ذا تشينج. حلو حلو. طيب تعالى ايه نشوف هيحصل ايه. هنا يا ريس احنا قربنا ده كده بسرعه في، فهو ده رايح بالنورث، السولونويد ده هيتولد ايه؟ هيتولد هنا نورث هنا كده زيه، وهنا ساوث. طب ليه نورث؟ عشان يحصل ريبالشن، بيبعده، بيقول له ابعد عني، انا مش عايز الفلكس بتاعك، تبقش عليا ولا ايه؟ ابعد عني كده على طول، بيكلمه بالطريقه دي. فايه اللي هيحصل؟ صوابعك الحلوين
الصنب في اتجاه النورث، الكرنت صوابعك، يبقى الكرنت هيبقى ايه لفوق كده اهو. بس طيب خليك مع السلكه الباينه دي، السلكه الباينه الكرنت اهو اللي هو ده صح، يعني اللي هو جاي كده جاي كده 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 كده، يبقى بالتالي اكيد ايه الكرنت كده اهو. بس بمنتهى الايه البساطه. طيب خلينا برضو نتمهل هنا، يبقى الباك ده اللي بيحصل ان الفاي بيزيد فالسولونويد بيعترض، خلاص بيسجل اعتراضه، فبيعمل ايه؟ بيعمل فلكس مضاد اهو، بيوبوز الايه؟ الفلكس الاصلي اللي هو الاوريجينال اللي زاد ده. كل ده طبعا ايه؟ مومنتري، لحظيا يا زوز، لحظيا والله، بس كده. طيب مين البوزيتيف ومين النيجاتيف؟ انت عندك الريزيستنس اهو، الاي بتتحرك من هنا لهنا، يبقى دي بوزيتيف ودي نيجاتيف، بس كده. صح صح. طيب تعالى هنا، انا عايزك دي بقى انت تعملها لوحدك. هو المره دي الماجنت داخل بالساوث كده، حلو حلو، يعني ازاي كده اهو، كده ماجنت اهو، خلاص بيقرب. انا عايز اسالك سؤال، وانت مش بتيجي بتقرب من حته حديده هتمسكها بجد؟ يعني عايزين نشوف حته حديده كده، بس هي الفكره في ايه؟ ادي الكويل اهو، انت لما بتيجي تقرب تاثير الماجنت بيزداد عند السولينويد، هو ده الفكره، كلمه بيزداد دي يعني انت لو ماسك حته حديده والماجنت بعيد عنها كده هيشدها زي ما يكون قريبه منها؟ لا طبعا. فانت لما تقرب تاثير الماجنت بيزيد، يعني الدلتا فاي ايه؟ بتزيد، هي دي الفكره. فانا هتقرب كده فالدلتا فاي هتزيد، يبقى ايه اللي هيحصل؟ باك. يبقى ايه اللي هيحصل؟ ده هيتحول لماجنت عكس الماجنت ده، يبقى هنا هيتولد اس زيه عشان يحصل ريبالشن، وهنا هيتولد ايه؟ نورث. ايديك الكريمه، الصنب في اتجاه النورث، الكهرباء هتبقى ايه؟ نازله كده تحت اهي. ركز بقى على السلكه الايه؟ الباينه، فالكهرباء هتمشي كده اهي، تيجي كده من واي لاكس، يعني دي هتبقى بوزيتيف ودي هتبقى نيجاتيف، يعني الفي واي هتبقى اكبر من الفي اكس، وهي دي الايه؟ هي دي الانديوزد، الباك انديوزد اي ام اف، لما بلعب بالسولينويد او بالماجنت بغير في الفاي. حلو، تعالى نلعب في باقي الحاجه. يعني ايه؟ بص كده، ادي الباك اهي اي ام اف. بص يا حبيب قلبي، الباك اي ام اف انا قلت لك احنا ممكن نغير في الفاي دايركت، او نعمل ايه؟ او نغير في البي، او نغير في الاي. يعني البي دي لو قلت الفاي هتقل، فالسولينويد مش هيتضايق فهيعمل فورورد. لكن لو البي زادت فالفاي هتزيد، فالسولينويد هيعمل باك انديوزد اي ام اف. نفس الحوار في الاريا، الاريا لو زادت الفاي هتزيد فهيعمل باك. لكن لو الاريا قلت الفاي هتقل، فهو مش هيرضى كده، هيروح مطلع فورورد، يطلع فلكس كانه بيطلب له النجده المساعده، يعني هيعمل له فلكس يساعد الفاي اللي بتقل دي، اطلعي تاني. بس تعالى ايه نشوف الكيس دي والكيس دي مع الباك. يلا يلا بص يا باشا، نفس المثال، انا عايز ايه؟ اريا تزيد او ايه؟ او بي تزيد، صح صح. طيب خلينا ايه تاخد بريك دلوقتي، انا عايز تاخد بريك، خلاص روح اعمل لك كوبايه الشاي اللذيذه، كوبايه نسكافيه، كوبايه قهوه، خد اللابتوب بتاعك انزل ذاكر في سلينترو، حلو جدا على فكره، ولو رحت سلينترو المهندسين هتلاقيني يعني ماشي، بذاكر هناك على طول. بذاكر ايه يا باشمهندس؟ يعني يا ابني ده انا قاعد بكتب في برمجه وحاجات صعبه وديجيتال ومش عارف ايه، الدنيا ولعه يعني، فهتلاقيني معاك. المهم حاول توجد لنفسك الطريقه المماثله للمذاكره. مفيش حد بيقعد يتفرج على الفيزيكس تقعد تكتب كده وتحرك ايدك عشان تفهم وعشان تاخد اكبر ايه استفاده. وافتكر دايما ان احنا موجودين عشانك، واي وقت ابعت على الصفحه قول لهم عايز اكلم الباشمهندس احمد وائل مباشره، هيوصلوك ليا وهكلمك لو عندك اي مشاكل في اي حاجه فيزيكس او مشاكل في حياتك عموما. هنعمل جداول سوا ونظبط الايه الدنيا. يلا يلا بص، انا دلوقتي عايز اكبر الاريا. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو موجود، خلينا بقى نعملها ايه، يعني خلينا نعملها دوتات كده اهي، دوت 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 دوت، يعني الايه المagnetic فيلد اوت اوف ذا بيج اهي اهي بالمنظر ده. وعندي خلينا نعملها برضو ايه
بدل دي خلينا نعملها مثلا كويل بقى، بلاش سكوير مثلا اهي. فانا عندي كويل كده خلاص. طيب الكويل ده الاريا بتاعته زادت، هتزيد اكتر من كده، هتزيد اكتر من كده، يعني هي زادت اهي بالمنظر ده. بص بقى ركز كده معايا، ركز 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 اهو. ايه اللي هيحصل؟ هو قال لك ان الاريا زادت اهو، يعني عمل ستريتشنج، حصل له ستريتشنج كده، الكويل دي كبرت يعني بقت كده مثلا. بص الاريا زادت ازاي؟ طيب هي الاريا لما تزيد ايه اللي هيحصل؟ الفلكس هيزيد. يعني ايه اللي هيحصل؟ السولونويد هيعترض، هيعمل ايه؟ باك انديوزد اي ام اف، فالفلكس اللي هيطلع هيأوبوز الايه؟ المagnetic فلكس اللي موجوده دي. المagnetic فلكس دي اوت اوف ذا بيج، يبقى الكويل هيعمل ايه؟ هيعمل magnetic فلكس انتو ذا بيج عشان ايه؟ يغلس على دي عشان يقلل الفاي تاني. طيب ايدك اليمنى الجميله انا عايز فلكس انتو، بص يبقى الايه؟ الكرنت هيبقى كده الانديوزد، فيعمل لك ايه؟ فيعمل لك بمنتهى البساطه فلكس ايه؟ جوه كده. بس دي الايه؟ دي الحكايه. حلو. طب افرض هو هنا لعب في الاريا، لا المره دي هنلعب في الايه؟ في البي. افرض هو موجود في بي برضو كده اهو، كثافه ايه بقى؟ البي هنا كبيره، او خليها يعني خلينا ايه؟ بص عندي بي بالمنظر ده اهو، بص كده اهو. طبعا بي مش كبيره قوي، وادي هنا ايه؟ كويل. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان البي زادت. عرفت منين؟ لما تلاقي النقط دي كلها زادت معناه ايه؟ معناه ان انا زودت المagnetic فيلد هنا، بدل ما كنت شايف مثلا 10 خطوط فيض بقيت شايف 30 30 30. ليه؟ لان ما تنساش ان دلوقتي الفاي بتساوي بي على ايه؟ بي في ايه؟ يعني البي بتساوي فاي على ايه؟ فانا كل ما كترت الخطوط قوي كل ما البي دي هتزيد، فالكثافه هنا بقت عامله كده. بص 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 زادت، يبقى ده معناه ايه؟ ان البي ايه؟ زادت اهو. طبعا واضح قوي ان البي زادت، ولكن الاريا ايه؟ الاريا هي يا زوز، ركز يا زوز اهي، الاريا هي اعتبر ان الاريا دي هي الاريا دي، الاريا از ذا سيم، لكن الايه؟ البي زادت. البي تزيد ايه اللي هيحصل؟ الفاي تزيد. السولينويد هيعمل ايه؟ هيعترض وتقول له هيعترض، فيعمل ايه؟ باك انديوزد اي ام اف، يعني هيولد اي ام اف، الاي ام اف هيولد انديوزد كارنت، الانديوزد كارنت هيولد فلكس عكس الايه؟ الفلكس ده. فانا عايز فلكس ايه؟ ده هنا الفلكس الاصلي اوت، انا عايز فلكس انتو، يبقى الاي انديوزد ايه؟ هيبقى كده اهو. يعمل ايه؟ يعمل فلكس داخل لجوه كده، يغلس على الفلكس الاصلي عشان يقلل. هو في حصل زياده وعايز ايه؟ يقللها بمنتهى الايه؟ البساطه. ولحد هنا زي الفل. طب يلا بقى يا زوز اعرفك ازاي تحل على الجزء ده، ولكن خليني احكي لك قصه نجاح. انا في كل فيديوهاتي بحكي يا جماعه عن قصه نجاح عشان ناخد منها العظه يعني والعبره، فدي في كل فيديوهاتي. طيب النهارده قصه نجاحنا عن الدكتور الباشمهندس حاتم زغلول. مين الباشمهندس حاتم زغلول؟ طب ده يعني منين يعني يا باشمهندس؟ من الجيزه. ايه الجيزه؟ ايه الجيزه؟ كل مره بقى بحكي لك من ناس من ميشيغان واله الفقر في مش عارف في نيويورك، النهارده الجيزه. حلو الكلام، حلو الكلام. وكل اللي من الجيزه ينزل يكتب لي انا من الجيزه. يلا. اولا الباشمهندس حاتم زغلول هو دكتور في كليه الهندسه. الراجل ده ابتدى حياته بمحافظه الجيزه واتولد 1957 على ما اتذكر. حلو. المهم الراجل ده كان من اسره متوسطه زينا يعني كده يا زوز. خلاص. فالمهم يا باشا الراجل دوت اجتهد جدا في الثانويه العامه، ايوه زي ما انت بتجتهد كده ان شاء الله يعني. المهم دخل كليه الهندسه. ايه؟ دخل كليه الهندسه. انت بتتكلم بقى زمان ده، فاهم؟ ده مشوا له كده بالطمل البلدي، ابننا دخل هندسه، ايام ما كانت هندسه بقى. المهم يا باشا الراجل ده اجتهد في اعدادي هندسه قوي لحد ما دخل قسم اتصالات زيك يعني يا باشمهندس. يا ابني انا اللي زيه يا ابني، ما تصغرناش، انا اللي زيه بقول لك باشمهندس حاتم زغلول. المهم الراجل ده يا باشا خلص فتره الجيش بتاعته زينا كلنا يعني، ولبس في 3 سنين ضابط احتياط عشان تبقى فاهم يعني، لو دخلت دكتور او هندسه او صيدله هتلبس في 3 سنين ضابط احتياط، وبعد كده طلع عشان يدور على شغل. ولكن باشمهندس حاتم زغلول كان فيه بذره كده، كان راجل كان مجتهد من بدري. ازاي يعني يا باشمهندس؟ استغل فتره الجيش بتاعته في انه يعمل ماجستير، طلع يدور على شغل،
فايه لقى ولا ما لقاش؟ ما لقاش يا زوز للاسف، يعني ما لقاش شغل. فالمهم قعد بيحاول ويبعت السي في هنا وهنا وهنا ومفيش فايده، مفيش فايده خالص. المهم يا باشا راح مقدم على انترفيو في امريكا يا باشمهندس، امريكا. وقدم كمان في شركه انتل اللي هي بتعمل الكمبيوترات والبروسيسورز والكلام ده يا زوز. المهم اتقبل. من هنا بقى الباشمهندس حاتم زغلول من حياه كده، بص كانت حياته ماشيه كده، هنا ده الزيرو يا زوز، فاهم؟ احنا هنا، هو بقى كان باشمهندس هنا. ايه ده يعني انت احنا هنا يا زوز؟ احنا هنا، احنا تحت الصفر. المهم ما عدا طبعا الناس اللي ايه المجتهده واللي بتذاكر. طيب الباشمهندس حاتم زغلول اتحول من هنا، حصل هنا ديسكونتينيوتي كده وحياته مشيت كده. شوف الطلعه ديسكونتينيوتي فطلع. المهم يا باشا اشتغل في شركه انتل مهندس اتصالات قد الدنيا، وبقى من هنا الدكتور الباشمهندس حاتم زغلول. المهم يا ريس جه في يوم شركه انتل عرضت، قالت ايه؟ احنا يا جماعه ايه اسلاك النت المتوصله بالكمبيوترات دي؟ طبعا الكمبيوترات وقتها ما كانتش كمبيوتر بقى، كمبيوتر مركز كده كبير جدا، فموصلين له باسلاك نت والدنيا صعبه. فالباشمهندس حاتم زغلول قال لك ايه؟ يعني الناس وقتها كانت عماله تفكر، قال لك احنا هنفضل بقى السلك يتقطع كل شويه ويعمل، احنا عايزين نوصل نت على الكمبيوتر من بعد. من ايه؟ من بعد. فالمهم الباشمهندس حاتم زغلول قرا الداتا شيت. ايه الداتا شيت ده يا باشمهندس؟ بص اي مشروع بيتعمل بيبقى ليه ايه يعني الداتا شيت كده، بيبقى مكتوب فيه خصائص المشروع ده. فالمهم قرا البروتوكول ده، يعني ما عجبوش. ايه ده؟ ايه يعني ما عجبوش؟ يعني هيعدل على الناس علماء؟ عدل عليهم. المهم يا باشا الباشمهندس حاتم زغلول عشان تعرف انا منبهر ليه، هو اللي عمل البروتوكول بتاع الواي فاي. هو اللي عمل لنا الواي فاي، باشمهندس مصري لازم تفتخر بيه. هو اللي عمل الواي فاي. وخد بالك قال لك ايه؟ قال لك ده لو الواي فاي ده اتساب كده هتبقى مراجيح، اي حد هيخش يسرق النت. فكمان عمل السكيورتي بتاع الواي فاي. اللهم صل على النبي، باشمهندس حاتم زغلول يا ابني. فالمهم يا رب يعني ان شاء الله، وعلى فكره هو عايش، هبعت له اللقطه دي يعني في الفيديو يعني يتفرج عليها لو عرفنا نوصل له يعني. المهم يا باشا فالدنيا اتقلبت من هنا. الباشمهندس حاتم زغلول من محافظه الجيزه، من قرى في محافظه الجيزه، وكان فقير لدلوقتي صانع الواي فاي. شوف انت اساسا الواي فاي في حياتنا فرق ازاي. فبالتالي ما تيأسش يا زوز، ممكن من مكتبك دوت واللمبه الخافته اللي انت قاعد تحتها دلوقتي لايه؟ تروح ميشجن ولا انتل ولا شركه جوجل، مش بعيد على ربنا. لازم بس اهم حاجه ايه؟ تسعى وتخلي عندك ايه؟ امل. حلو الكلام. تعالى نيجي لاهم فقره في حصتنا النهارده. بص بقى يا زوز، صلي على النبي، قول يا رب ارزقنا الفهم. اول حاجه انا ما كلمتكش قوي عن القانون ده. يا دي القانون ده يا باشمهندس انت ما تعرفش غيره ولا ايه؟ لا انا عايز اكلمك عنه. القانون ده ممكن يتقسم لكذا حاجه يا زوز. بص يا حبيب قلبي، اولا هي لو الاريا اتغيرت، احنا لعبنا في الاريا كل لما الاريا صغرت او كبرت ده ايه اللي حصل؟ غير في الفاي، صح؟ حلو. خلينا فاهمين ان الفاي كانت بتساوي ايه؟ بي في ايه، صح؟ طب ما انا ممكن التغير اللي بيحصل في الفاي ده يكون نتيجه عن تغير في الاريا او نتيجه عن تغير في الايه؟ في البي، صح؟ فانا ساعتها هكتب لو هو تغير في الاريا هعمل ايه؟ هقول يبقى القانون الانديوزد اي ام اف افريج بتساوي نيجاتيف ان. بص بقى، بص اريا 2 ناقص اريا 1 في مين؟ في البي. اريا 2 ناقص اريا 1 في مين؟ في البي. اريا 2 ناقص اريا 1 في مين؟ في البي. يعني من الاخر في الحاله ان الاريا بتتغير ايه اللي هيحصل؟ الدلتا فاي هتساوي بي في دلتا اريا. يعني التغير في الفاي ده جه بسبب الايه؟ التغير في الاريا على طبعا الدلتا تي. يعني ايه؟ يعني يجيب لك كيرف لذيذ كده او حاجه يقول لك الاريا اتغيرت، صغرت او كبرت، شوف التغير ده قد ايه، قول الاريا 2 ناقص اريا 1، شوف التغير ده حصل في ثواني قد ايه او في تايم قد ايه. حلو، هتقول اريا 2 ناقص اريا 1 على التايم اللي اتغير فيه الايه؟ الاريا. والبي ساعتها هتبقى ثابته في نيجاتيف ان، جبت الايه؟ الانديوزد اي ام اف افريج. حلو الكلام، حلو خالص. حلو. الفكره يا جماعه الفيديو ده انا هبعته للسويسي، مش كل واحد طالع بيعمل لك صواني، انا هبعت الفيديو ده للسويسي. خلاص. المهم طيب افرض التغير دوت كان في مين؟ في البي المره دي. يعني البي از تشينجد عن طريق ان انا زي ما قلت لك حطيت مثلا الكويل بتاعي، كويل الاريا بتاعته ثابته، حطيته في بي كبيره او بي صغيره في مره. خلاص، فده عمل ايه؟ عمل تغير في الايه؟ في الفاي. فيبقى تغير الفاي المره دي ناتج عن مين؟ ناتج عن البي. تغير البي في الاريا، التغير في البي هو اللي عمل التغير في الفاي، هو اللي عمل انديوس دي ام اف. حلو. فساعتها القانون بتاعها هيبقى ايه؟ الاي ام اف افريج
وركز في كلمه افريج دي يا زوز عشان خاطري، هيبقى نيجاتيف ان في مين؟ هقول بي 2 ناقص بي 1 في الاريا اللي هي كانت ثابته بتاعت الكويل على مين؟ على الدلتا تايم. الدلتا تايم ده الوقت اللي اتغير. يعني مثلا بي 2 كانت ب 5 تسلا، بقت بايه؟ بقت ب 2 تسلا. حلو الكلام ده حصل في ايه؟ في 3 ثواني. يعني التغير ده حصل في 3 سكند. 3 سكند دول هم قد ايه؟ الدلتا تي. هقول 5 ناقص 2 في الاريا على ايه؟ على ال 3 سكند بس. وجبت واضرب طبعا في النيجاتيف ان، جبت الايه؟ الانديوز ام اف افريج. حلو. او يديك صراحة، ودي اللي انا جاي عشانها، الدلتا ايه؟ الدلتا فاي. يعني من الاخر بص، الدلتا فاي بتساوي فاي 2 ناقص فاي 1. يعني مثلا انت مثلا لما بتيجي تقرب الكويل او تقرب الماجنت او تبعد الماجنت، ما هو ده ايه اللي حصل؟ الماجنت في الاول يعني مثلا عندي الماجنت ده هنا كده نورث وساوث، وعندي الكويل بايه؟ بتاعي اهو، طبعا بعيدا يعني عن الشكل ده اهو الكويل اهو. خلاص، هو الكويل كان شايف فاي في الاول، فليكن مثلا فاهم 5 ويبر مثلا، شايف 5 خطوط. لما انا مثلا بعت ده خلاص، ايه اللي حصل؟ الفاي بتاعتي 2 دي فاي 1 او 1، فاي 2 بقت مثلا ايه؟ شايف 3 ويبر بس. فبالتالي هعمل ايه؟ فاي 2 ماينس فاي 1، 3 ناقص 5 في الايه؟ في على الدلتا تي. يعني هقول الافريج كده هتساوي نيجاتيف ان فاي 2 ماينس فاي 1 على الدلتا تي، الزمن اللي اتغير فيه الايه؟ الفاي، بمنتهى الايه؟ البساطه. ولكن دي اول ايه؟ اول حاجه. خد الحته دي كده ايه؟ سكرين شوت. تمام تمام. طيب بص بقى، الفكره هنا في ايه؟ الفكره ان انا والله مش شرط يكون عندي الشكل ده بس، انا كان ممكن يكون عندي كويل بيلف. يعني ايه كويل بيلف؟ هقول لك. اولا يا زوز، انا الصراحه ما كنتش صريح معاك قوي، بمعنى هو لازم عندي كويل هنا كده اهو، هو لازم الماجنت هو اللي يتحرك؟ ما ينفعش الكويل ده هو اللي يتحرك؟ لا ينفع. ليه بقى؟ اي تحرك هيحصل تشينج في الفلكس، هيحصل تشينج، هينتج عنه انديوز دي ام اف. يعني انا لو حركت الكويل ده كده بسرعه في كده، ايه اللي هيحصل؟ هو بيبعد عن الايه؟ عن الان. يعني هيحصل ايه؟ يعني الفلكس هيقل، يعني هيروح متولد هنا ايه؟ ساوث وهنا نورث عشان يتشد تاني. خدت بالك؟ يعني انا ممكن احرك الكويل ده، مش شرط الماجنت هو اللي يتحرك. اي موشن، هي الفكره ان هو شايف فاي دلوقتي فليكن ب5، التحرك ده بقى شايف 3، فده مش ايه؟ ده هيولد ايه؟ فورورد انديوز اي ام اف، هيخليه ده يتحول لماجنت، يشد الماجنت دوت عشان ايه؟ يرفع الفاي تاني. شوف الحلاوه. حلو. طيب فانا برضو ممكن اخلي الكويل يروتيت، يلف. ازاي؟ بص بقى عشان الحته دي مهمه جدا، واتحدى اي حد في مصر يعرف يشرحها زي مهندس كهرباء. بص بقى، لو انا عندي ماجنتيك فيلد كده بالمنظر ده، لاينز كده اهي، دي البي بتاعتي. حلو حلو. والكويل بتاعي كان بيربنديكولار كده اهو بالمنظر ده. حلو الكلام؟ ماشي الكلام. بص يا ابني، اول حاجه الوضع ده بيسموه ايه؟ بيسموه وضع البربنديكولار. بص خد بالك، الكويل ده برضو يعني ما تبقاش ايه، ما تبقاش فاهم ان الكويل ده، يعني الكويل ده عباره عن بلين كده، زي ما تقول شبه الكشكول. يعني هو عباره عن كشكول، انا بس راسمه لك كده. يعني بص اعمل كده، الكويل اهو كده ريكتانجل بلين كده، خلاص كده. بس انا ايه راسمه لك كده 2 دي يعني. فهو وضع ايه؟ نورمال. يعني هو من الاخر يا جماعه، من الاخر خلاص، هو عامل زي ايدي كده اهي خلاص، والفيلد ايه؟ بربنديكولار عليه اهي كده. فانا رسمتها لك كده اهي، بص اهي. فالوضع ده بيسموه ايه؟ اول حاجه ركز بس في المسميات. يا اما اول حاجه هيقول لك النورمال بوزيشن، وده الحاجه السهله، اوكي. او هيقول لك ايه؟ هيقول لك والله البربنديكولار بوزيشن، هي يعني يا باشمهندس نورمال ولا بربنديكولار واحد. او هيجي يقول لك الفيرتيكال. طيب اهم حاجه بقى عشان خاطري الزيرو بوزيشن. الايه؟ الزيرو بوزيشن. الزيرو بوزيشن اهو. طيب ليه ده الزيرو بوزيشن؟ ركز معايا. طيب الايه؟ الزيرو بوزيشن. طيب ليه تسمى الزيرو بوزيشن؟ ببساطه خالص يا جماعه، هو بينسب يعني ان احنا لحد دلوقتي ما عملناش انديوس دي ام اف خلاص. فهو يعني بيقول لك ان هنا الانديوس دي ام اف ايه؟ زيرو. هي بس ده كل الحوار يعني. خلاص حلو الكلام. طيب خلينا بقى نفكر، هو انا لو عملت روتيشن هنا، عملت روتيشن ايه اللي هيحصل؟ الحته دي بالله عليك انا عايزه ايه؟ افهمها لك، بلاش تبصمجها. بص، لو انا عملت روتيت خلاص
كوارتر سايكل. كوارتر ايه؟ سايكل، يعني من الاخر ربع لفه 90 درجه. فاولا خلينا نركز في المسميات. لو جه قال لك ان روتيت ربع سايكل او 90 ديجريز او عندك فلكس فانيشز، كل ده معناه ايه؟ معناه كوارتر سايكل. هفهمك ليه. اولا ده بقى بالمنظر ده اهو، بقى كده يا باشا. الكويل لفيته كده. طيب هو انا لما لفيته كده انا لعبت في ايه؟ لعبت في الفاي. ليه في الفاي؟ اقول لك انا، هو انت مش عارف ان الفاي بتساوي بي في ايه كوزاين سيتا؟ طب ليه يا باشمهندس ما كانت ساين سيتا من شويه؟ هي ساين سيتا. لما نقول ان الفاي بتساوي بي ايه ساين سيتا يا ابني، يبقى السيتا دي بين الكويل والفيلد. لكن لما اجي اقول بي ايه كوزاين سيتا، فالسيتا دي بين النورمال تو ذا كويل والايه؟ والفيلد. خلاص حلو. وده القانون اللي احنا بنشتغل عليه بالمناسبه يعني. خلاص ركز بقى معايا. بدون قوانين كده خالص، بدون قوانين خالص، لو انا عايز اجيب الاي ام اف افريج واقول انها بتساوي، ركز بقى معايا، واقول انها بتساوي نيجاتيف ان دلتا فاي على دلتا تي. هي ايه الدلتا فاي اللي حصلت هنا؟ اولا خد بالك، هقول نيجاتيف ان فاي 2 ماينس فاي 1 على دلتا تي. ما عملتش حاجه، انا فكيت بس الدلتا فاي. تقدر تجيب لي فاي 2 وفاي 1 من على الرسمه كده؟ اقدر. ازاي بقى؟ وعلى فكره بدون ما بحسبها بالسيتا ولا غيره. ركز كده معايا. هو اولا هنا في وضع البربنديكولار، مش كل الفيلد بتقطعني بربنديكولار، انا بتقطع الكويل بربنديكولار. يعني ايه؟ يعني كل الفيلد داخله، او كل الفلكس، كل خطوط الفلكس ماشيه بربنديكولار على الكويل. يعني دي في حاله الايه؟ في حاله الماكسيمم. يبقى الفاي هنا ماكسيمم. يبقى فاي 1 الوضع الاصلي بتاعي كان ماكسيمم، صح؟ طب الفاي 1 لما بتكون ماكسيمم يعني ايه؟ يعني من الاخر بي في ايه. بس البي في الاريا بتاعت الكويل. حلو. طب فاي 2، فاي 2 بقى برر للفيلد، مفيش خطوط بتقطعه، يبقى الفاي بكام؟ بزيرو. يبقى فاي 2 بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. حلو. تعال عوض هنا كده. هنقول ايه؟ نيجاتيف ان في كام؟ فاي 2 اللي هي زيرو ماينس فاي 1 اللي هي بي في ايه على دلتا تي. زيرو ماينس بي في ايه بنيجاتيف بي ايه. نيجاتيف بي ايه في النيجاتيف اللي بره بوزيتيف بي ايه، يعني في الاخر ده يطلع لك كده ايه؟ ان في بي ايه على دلتا تي، بدون بدون سيتات ولا غيره. يعني لو عايزين نجيبها سيتات هنجيبها، ولكن بالمنطق هو طالما بيربنديكولار على الفيلد يبقى الفيلد عليه ماكسيمم. الفاي اللي بتقطع او الفلكس اللي بتقطع الكويل ماكسيمم، هي كل الخطوط بتعدي عليه. لكن لما يكون بارل ليها ولا خط، فبالتالي لما روتيت من النورمال بوزيشن او الزيرو بوزيشن او الفيرتيكال بوزيشن وابقى كده، يبقى فاي 1 كانت بي في ايه اللي هي الماكسيمم، فاي 2 بقت بزيرو. بقول فاي 2 ماينس فاي 1 زيرو ماينس بي في ايه هتطلع نيجاتيف بي ايه على دلتا تي، وكان في نيجاتيف ان بره، نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف هتطلع ايه؟ نيجاتيف بي ايه على دلتا تي. ده لو انا عملت ايه؟ كوارتر سايكل. فشفت لما خليت الكويل يروتيت عمل فاريشن ازاي في المagnetic فلكس يا ولا؟ بس ففي ناس بتحفظ الحاجات دي الصراحه كتير، واي حد يحفظها لك اعرف ان هو ما عندوش الخبره الكافيه. مش هنتكلم كتير يعني، بس في ناس كتير يعني الناس كلها بتحفظها. انا مش عايز احفظها، مش عايز احفظها لك، انا عايزك تفهمها. افرض جالك قال لك لف فاهم وانا على 6 سايكل وانا على 12 وانا على 13 اي حاجه لف فاهم 20 درجه، هتعمل ايه؟ لازم تبقى فاهم. طيب حلو الكلام، لذيذ جدا. بص بقى، طب انا عايز اديك قاعده عامه نستخدم فيها السيتات بحيث ان انت خلاص فهمت. انت حضرتك فهمت، خد بالك. يعني انا لو لفيت من هنا ربع سايكل جت ايه؟ خلينا نقول لما جبت الافريج، خليك بقى عشان اقول لك في الاخر هتعمل ايه. هتطلع ان بي في ايه على دلتا تي، صح كده؟ لما الف ربع سايكل. جميل. طب تعالى نلف هاف سايكل ونشوف هيعمل ايه عشان تصدقني ان انت تقدر تجيبها بدون ما ايه؟ بدون ما تحفظ. اهو بص كده اهو،
وادي الايه الكويل من النورمال، لسه ماشيين ايه فروم نورمال بوزيشن. لو انا لفيت هاف سايكل، هاف سايكل يعني ايه؟ هاف سايكل يعني لفيت 180 درجه. ساعات بيجي يقول لك ايه، يقول لك كلمتين، يقول لك يا انفيرتد يا اب سايد داون. يعني ايه اب سايد داون؟ ببساطه لو احنا افترضنا ان الكويل ده الحته اللي فوق دي اسمها ايه والحته دي اسمها بي، بص كده ادي كده انا لفيت ايه 90 درجه صح؟ بعد كده لفيت 90 كمان اهو. بص تعال نحط النقط بتاعت الاكسس اهي، ادي كده ايه اكس اكسس، وادي كده اهي واي اكسس. هلف كده، لفيت كده 90 درجه، لفيت كده 180. شفت رأسه بقى على عقب، يعني تحت هنا هيكون موجود المين اهو. تعال ارسمها لك. بص الكويل هيبقى بالمنظر ده، هيبقى الكويل عامل كده اهو، هيبقى ايه اللي تحت وبي اللي فوق اهو. بص كانت دي اسمها ايه ودي اسمها بي. بص 90 درجه 180. بص رأسا على عقب اللي هو ايه ابسايد داون. الايه من الاخر دماغك بقت تحت ورجليك اللي فوق، بس هي دي معناها. فجاء قال لك هاف سايكل او 180 درجه او انفيرتد او ابسايد داون، كل ده معناها هاف سايكل. اوكي تعالى بقى نشتغل. هات لي فاي 1. فاي 1 دي ايه؟ فاي 1 ماكسيمم. ليه ماكسيمم؟ لان هو كان بادئ من وضع النورمال. فاي 1 بتساوي ايه؟ بي في ايه. طب هات لي فاي 2 كده. طب ما فاي 2 يا ولا ماكسيمم برضه، بس بي في ايه ولا نيجاتيف بي في ايه؟ نيجاتيف بي في ايه. ليه نيجاتيف؟ لان الكويل اتعكس. يعني انا المفروض الاول بص ده كان وضع الكويل الاصلي، فكان الفيلد بيخش كده فبقول بي في ايه، لا انا رحت عاكس كده، فايه فهيبقى ماكسيمم برضو بس نيجاتيف بي في ايه عشان اتقلب راسا على ايه على عقب. طيب نيجاتيف بي في ايه. تعالى كده بقى هات المagnetic فيلد اهو بص افريج بتساوي نيجاتيف ان فاي 2 ماينس فاي 1 عوض على دلتا تي. فاي 2 بكام؟ بنيجاتيف بي في ايه ماينس فاي 1 ببي في ايه على دلتا تي، والنيجاتيف ان اللي بره بتساوي نيجاتيف بي في ايه في نيجاتيف بي في ايه بنيجاتيف 2 بي ايه. حلو. نيجاتيف 2 بي ايه، ففي نيجاتيف بره هتبقى بوزيتيف، يبقى فوق هيبقى ايه 2 بي في ايه وفي ان بره على الدلتا تي، يعني 2 ان بي ايه على دلتا ايه دلتا تي. فشفت السهوله؟ انا ممكن اجيبها بدماغي كده، بس والله لو هو قال لك 1 على 6 او 1 او حاجه مش معروفه انت مش هتعرف تشتغل، هتعطل، هتقول مش هتعرف بقى تقول ايه تحلل الدنيا ايه. فتعالى نديك الايه الزتونه. بص يا حبيب قلبي، اولا انا هقسم لك الصفحه كده. هنا لو بدانا فروم الفيرتيكال بوزيشن اللي هو وضع النورمال هنعمل ايه اهو. ولو بدأنا فروم باراليل اهو. ركز بقى عشان الحته دي عايزك تفهمها ايه كويس قوي. يلا بينا. اولا الوضع بتاعي الاولاني ان انا بادئ ايه نورمال، ادي البي اهي الكويل نورمال كده. بص بقى اولا يا حبيب قلبي، هو احنا اساسا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نفك القانون بتاعنا بالشكل ده، وده القانون اللي انت هتحل بيه بقى. افريج بتساوي نيجاتيف ان الدلتا فاي بتاعتي هفكها ايه؟ هفكها بي في ايه كوزاين سيتا 2 ماينس كوزاين سيتا 1. مين كوزاين سيتا 2 ماينس ومين كوزاين سيتا 1 على دلتا تي؟ بص لي بقى. اولا احنا عارفين ان السيتا دي هي السيتا اللي بين النورمال تو ذا كويل ومين والفيلد، صح؟ بص لي بقى. اولا يا حبيب قلبي تعال نقول ان ده لف ربع سايكل. لما يلف ربع سايكل يا ولا هيبقى ايه؟ هيبقى بالمنظر ده. ادي الفيلد اهي والايه والكويل هنا كده. الكويل اهو لف ربع سايكل، لف 90 درجه، فيبقى كده يعني هيبقى بارل للفيلد، صح؟ طب تعالى بقى نشتغل بالستات بقى. اولا هنا النورمال فين؟ النورمال اهو، مش ده النورمال؟ طب النورمال كان عامل انجل كام مع الفيلد؟ زيرو. حلو، يبقى سيتا 1 بكام؟ بزيرو. طب سيتا 2 فين النورمال؟ اهو النورمال ده كان كده اهو. بص لفنا ايه 90 درجه، ده لف 90 درجه اهو، فالنورمال بقى تحت كده، فالنورمال بقى عامل انجل كام؟ 90 مع الفيلد، يبقى سيتا 2 بكام؟ ب 90 درجه. طب عوض بقى في القانون السحري ده، اقول نيجاتيف ان بي اي
كوزاين سيتا 2 اللي هي ب 90 ناقص كوزاين سيتا 1 اللي هي بزيرو على دلتا تي. دي هتطلع كام؟ نيجاتيف ان هنا بي اي كوزاين 90 دي بكام؟ ها؟ بصفر. دي هتبقى زيرو. نيجاتيف كوزاين سيتا دي نيجاتيف كوزاين سيتا زيرو دي بكام؟ دي بنيجاتيف 1. نيجاتيف 1. يبقى هنا هيبقى في ايه فوق؟ بي في ايه في نيجاتيف 1 على دلتا تي. نيجاتيف 1 في نيجاتيف 1 ببوزيتيف 1، يبقى في الاخر هيطلع ايه؟ ان في بي ايه على دلتا تي اللي احنا كنا مطلعينها فوق من شويه لما انا جيت قلت لك ايه الحل السحري. ولكن ده القانون الايه؟ ده القانون اللي يقدر ينقذك من اي حاجه. انا عايز الفت نظرك لحاجه صغيره. انت خدت بالك لما جيت في روم النورمال وجيت قلت لفيت ربع سايكل لقيت الانجل في سيت بقت سيتا 2 فعلا اللي هي بين النورمال والفيلد ب 90. الله. يبقى اذا يا بابا اولا لو جه قال لك انا لفيت ربع سايكل، جه قال لك انا لفيت نص سايكل، جه قال لك لفيت 1/6 سايكل، الانجل دي طالما انت بادئ من نورمال هي دي الانجل بتاعتك بتاعت السيتا 2. انا ما قلتش حاجه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي جيت خدت بالي كده كده بص كده كده في وضع النورمال خلاص سيتا 1 هتبقى بصفر. في وضع النورمال سيتا 1 هتبقى بصفر. ليه؟ اهو الكويل اهو البربنديكولار عليه اهو السيتا بتاعته بينه وبين البي بزيرو، فدي انت المفروض تبقى اول ما تشوف نورمال سيتا 1 بزيرو على طول. طب سيتا 2 هجيبها ازاي؟ لقيت ان سيتا 2 هي الانجل اللي انا هروتيت بيها. ليه؟ لان انا فعلا هنا لما لفيت ب 90 اهو بص لما لفيت ب 90 كده لقيت ان الانجل اللي بين البي والنورمال ب 90 ديجريز. الله. طب ما هي دي نفس الانجل اللي انا روتيت بيها. يبقى والله لو انت شغال من الفيرتيكال او النورمال او الزيرو بوزيشن اللي هي كلها يعني الوضع الاصلي ده اللي هو البربنديكولار، لو جه قال لك انا لفيت ربع سايكل يبقى سيتا 2 ب 90، لفيت نص سايكل يبقى سيتا 2 ب 180، لفيت 3/4 سايكل يبقى سيتا 2 ب 270، لفيت سايكل كامله يبقى سيتا 2 بكام؟ ب 360 ايه درجه. بس خد بالك انا ما حفظتهالكش، انا قلت لك ان فعلا لما تيجي تلف من وضع النورمال هتلاقي السيتا 2 بتاعتك مساويه للايه؟ للروتيشن اللي هو قال لك عليه. بس كده. طيب تعالى بقى نكمل. جه قال لك ايه؟ قال لك لفيت نص سايكل فروم النورمال. يلا ها على طول كده انا كده كده عارف ان سيتا 1 بكام؟ بزيرو. طب سيتا 2 نص سايكل يبقى كام؟ يبقى 180. حلو الكلام. تعالى عوض. يبقى الافريج هتساوي نيجاتيف ان كوزاين سيتا 2 اللي هي بكام؟ ب 180 ناقص كوزاين سيتا 1 اللي هي بزيرو. الكلام ده مضروب في مين؟ في البي اي على الدلتا تي. يبقى الكلام ده بكام؟ كوزاين 180 بنيجاتيف 1 ودي نيجاتيف 1 اهي، دي كده بنيجاتيف 1 ودي ب 1 يبقى نيجاتيف 1 ماينس 1 بنيجاتيف 2، ففي نيجاتيف بره هتبقى 2 ان بي اي على دلتا تي اللي احنا طلعناه بالفهلوه من ايه؟ من شويه. فالقانون ده كده من الاخر هو القاعده الاساسيه اللي انا عايز حضرتك تمشي عليها. بس اهم حاجه عشان تبقى فاهم، عشان ما تبقاش برضو بتحفظ وخلاص، ان السيتا دي بين ايه؟ بين النورمال تو ذا كويل والفيلد، وان احنا لقينا ان السيتا 2 اللي هي الانجل بين النورمال تو ذا كويل والفيلد هي الانجل بتاعت الايه؟ الروتيشن. طيب واحد يقول لك هيقول لك ايه بقى؟ بص تعال نقول لو مشيت 3/4 سايكل، فواحد حماده كده يقول لي ايه سيتا 2 على طول يعني ايه 270 يا باشمهندس؟ صح. وسيتا 1 بكام؟ بزيرو زي ما هي. طب لو قال لك 1 سايكل يبقى سيتا 2 بكام؟ ب 360 وسيتا 1 بكام؟ بزيرو زي ما هي. طيب افرض انا جيت قلت لك لف 1/6 سايكل. ايه 1/6 سايكل؟ اهو روتيت 1/6 سايكل فروم النورمال. هعمل ايه؟ ببساطه خالص، مش هو قال لك 1/6؟ انا عايز اسالك سؤال، ما سالتش نفسك لما جيت قلت لك هنا كوارتر اللي احنا عرفنا الكوارتر ده انه 90؟ اقول لك عارف احنا بنضرب في كام؟ بنضرب في 360. لو قال لك مثلا روتيت 1/11 عشان تعرف دي انجل كام، اضرب دي في كام؟ في 360. يبقى هقول 1/6 في 360 هشوف هتطلع لي كام. يبقى دي الانجل اللي انا هروتيت بيها. يبقى دي الانجل مين؟ يبقى دي السيتا 2 بتاعتي. بس واعوض في القانون اقول نيجاتيف ان بي في ايه كوزاين سيتا 2 اللي هي
بواحد على 6 في 360، فليكن يعني مثلا يعني طلعت باي حاجه، طلعت باكس يا عم ديجريز، يبقى كوزاين اكس ديجري ماينس كوزاين الزيرو اساسا عشان بادئ من ايه؟ من نورمال. بس ايه؟ بس كده. على بقى نيجي لو انا بعمل روتيشن من البارل بوزيشن، يعني ايه؟ يعني انا عندي الفيلد بتاعتي كده اهي بالمنظر ده خلاص، والكويل بتاعي كان كده. بص الكويل كان بارل اساسا، الكويل كان ايه؟ كان بارل. فانا هبدا من هنا، هروتيت من هنا. الوضع ده بيسموه بارل بوزيشن، هوريزونتال بوزيشن، طبيعي يعني بارل هو الهوريزونتال خلاص. بس الاسم اللي انا عايزك تعرفه بقى ماكسيمم بوزيشن. ماكسيمم ايه؟ ماكسيمم بوزيشن. تمام. عايزك عارف ممكن تفتكرها بايه؟ بالنورمال. شوف السيتا بتاعت النورمال كام؟ مش النورمال هنا اهو كده؟ طب ليه يا باشمهندس كده؟ عشان احنا هنلف كده دلوقتي، فالنورمال هيبقى تحت كده. النورمال عامل كام؟ انجل 90 صح؟ مش ده ال 90 دي يعني حاجه ماكسيمم صح كده؟ هيبقى هي دي، افتكرها بدي. طب الثانيه لما كانت احنا نورمال، لما كنا في وضع النورمال كان النورمال تو ذا كويل، يعني لما كان الكويل نورمال كده خلاص، لما كان الكويل نورمال كده كان النورمال تو ذا كويل اهو عامل انجل كام؟ زيرو، فافتكرها انها الزيرو بوزيشن، لكن دي الماكسيمم بوزيشن عشان الانجل ب 90 يعني خلاص. افتكرها كده. حلو الكلام؟ ماشي الكلام. طيب انا عايز اعرف بقى هنا لو انا عملت روتيشن خلاص اهو كده بكام؟ بكوارتر سايكل، يعني انا الكويل ده لف 90 درجه اهو. ايه اللي هيحصل؟ بص يا حبيب قلبي، الكويل ده لما يلف 90 درجه خلاص، هو الكويل ده عامل كده اهو، بص هيلف 90 درجه، يبقى هيعمل كده اهو، لف 90 درجه. بص لف 90 درجه اهي. تعالى نعمل اكسس اهو. هو المفروض انه ايه؟ انه هيلف الحته دي كده صح؟ يعني الكويل هيبقى كده اهو، يعني الكويل هيبقى بالمنظر ده، هي ايه؟ هيلف الحته دي كده. بص ده كده هيبقى كده اهو، والنورمال تو ذا كويل اهو لف 90 درجه اهو بالمنظر ده كده. طيب تعال نشوف فاي 1 في الحاله دي بكام؟ فاي 1 هنقول انها بي ايه كوزاين سيتا صح؟ طب هو كوساين سيتا هنا بكام؟ السيتا هي بين النورمال والفيلد بكام؟ ب 90 صح؟ كوزاين 90 بكام؟ بزيرو. ماشي الكلام؟ حلو الكلام. طيب طب تعالى هنا تعالى نجيب الايه؟ الفاي 2. الفاي 2 بتساوي كام؟ بي ايه كوزاين سيتا 2. طب سيتا 2 بكام؟ هي سيتا 2 هي الانجل بين النورمال تو ذا كويل والفيلد. الانجل بين النورمال تو ذا كويل والفيلد كام؟ ادي الفيلد ماشيه كده والنورمال كده، يعني الانجل بينهم كام؟ 180 درجه. ايه 180 درجه؟ يبقى بي ايه كوزاين 180 درجه. طيب هو ده ما لفتش نظرك لحاجه يا زوز؟ ما لفتش نظرك لحاجه؟ انت خدت بالك لما انا لفيت 90 درجه سيتا 2 بقى ب 180، يعني زودت 90 عليها. وعلى فكره بالمناسبه لو لفيت نص سايكل هتلاقي السيتا ب 270، زودت 90 برضه. فمن هنا احنا حطينا لك قاعده، لو انت بتلف من نورمال خد السيتا 2 زي ما هي، يعني لو انت لفيت من نورمال 90 يبقى سيتا 2 ب 90، ولكن لو لفيت من البارل 90 زود عليها 90 عشان خاطري. بس كده. بص بقى الفكره بقى في ايه؟ الفكره هنا انها حلوت قوي. هنعمل كده بص اهو هنقول ايه؟ هنقول والله الانجل اوف روتيشن فروم بارل بوزيشن، لو جه قال لك انا مثلا روتيت مثلا 1 على 12 سايكل فروم بارل، او روتيت مثلا مديك سيتا مش مديك 1 على 12، قال لك روتيت مثلا 180 درجه فروم بارل، السيتا 2 هعمل ايه؟ هاخد الانجل اوف روتيشن خلاص زائد ايه؟ زائد 90 ديجريز. ليه؟ عشان انا في وضع البارل. فهنا يا باشا هتبقى الانجل اوف روتيشن مثلا في الحاله دي انا عايز اعرف 1 على 12 سايكل دي يعني ايه؟ اضرب 1 على 12 في 360 هتعرف ايه يعني بضرب ايه؟ يعني ليه بعمل 1 على 12 في 360؟ بص يا حبيب قلبي، انت عرفت منين ان الربع سايكل ب 90؟ عشان عملت ربع في 360، فانت هتعمل 1 على 12 في 360 هتجيب لك الانجل اوف روتيشن. فانا جبت الانجل اوف روتيشن هعمل ايه؟ هزود عليها 90. طب مثلا هنا
قال لك روتيتس 180، هعمل ايه؟ هعمل 180 زائد 90 ودي السيتا 2 بس كده. طب وسيتا 1 معروفه، سيتا 1 على طول اساسا ب 90 وخلصنا. حلو. تعالى في الحاله، تعالى في الكيس دي حلها لك. روتيت 180 فروم ايه؟ فروم بارل، يعني سيتا 2 بكام؟ ب 270. 270 ب 270. حلو. وسيتا 1 انا عارف انها بكام؟ ب 90. جميل جميل. تعالى نعمل الايه؟ الانديوزد اي ام اف. الانديوزد اي ام اف هيساوي نيجاتيف ان كوزاين سيتا 2 اللي هي ب 270 ماينس كوزاين سيتا 1 اللي هي ب 90 على كام؟ على الدلتا تي. ماشي الكلام؟ حلو الكلام. ها دي بكام؟ بزيرو. ليه؟ لان كوزاين 270 بصفر وكوزاين زيرو بصفر. على فكره الكلام ده مضروب في بي ايه، ها ما تنساش. هتطلع بكام؟ هتطلع بزيرو بس كده. طيب يا زوز، عارف ان انا طولت عليك؟ دي الخلاصه. الخلاصه يا حبيب قلبي ان ده القانون، ان انت عندك الاي ام اف افريج بتساوي نيجاتيف ان بي في ايه كوزاين سيتا 2 ماينس كوزاين سيتا 1 على الدلتا تي. لو انت هتروتيت من النورمال بوزيشن فانت كده عرفت والله ان سيتا 1 بكام؟ نورمال بوزيشن، صح؟ نورمال بوزيشن. ادي ده كده الكويل نورمال بوزيشن، يعني ايه؟ ادي النورمال اهو بتاعه اهو، صح؟ النورمال عامل انجل كام مع الفيلد؟ زيرو، يبقى سيتا 1 بتاعتك بايه؟ بزيرو. طيب وسيتا 2 قال لك ان هو روتيت 1 على 12، يبقى انا عايز اعرف انا روتيت قد ايه، فاقول 1 على 12 في 360 هتلاقيها ب 30 درجه، يبقى انا عرفت ان انا عملت روتيت بكام؟ ب 30. دي السيتا 2 بتاعتي. السيتا 2 بتاعتي هتبقى الانجل اوف روتيشن. روتيتس 90 يبقى السيتا 2 هي ايه؟ ب 90. اهم حاجه ان يكون من النورمال ايه؟ بوزيشن. وبرجع اعوض هنا نيجاتيف ان بي ايه كوزاين 30 ماينس كوزاين 0 على دلتا تي. كده جبت الوضع بتاعت الايه؟ الروتيت 1 على 12. طب افرض انا عملت روتيت مثلا ايه 90 درجه، هحط هنا سيتا 2 ب 90 وكده كده سيتا 1 ايه؟ بزيرو بس الكلام. طب انا لو عملت روتيشن من البارلل بوزيشن، حلو، البارلل بوزيشن اهو، ادي الفيلد اهي والبارلل اهو، يعني النورمال اهو، ما هو الكويل بارلل، يبقى النورمال عامل انجل 90، يبقى انت سيتا 1 وانت مغمض ب 90 ديجريز. اللعب على سيتا 2 قال لك انا لفيت 90 درجه زود عليها 90 ودي السيتا 2 بتاعتك. قال لك عملت 1 على 12 سايكل، 1 على 12 هروح ضارب في 360، عرفت ان انا روتيت كام؟ 30. هروح عامل 30 زائد 90 ودي هتبقى السيتا 2 بتاعتك وتعوض هنا. يعني في الحاله دي بتاعت الواحد على 12 هقول نيجاتيف ان بي في ايه كوزاين 30 زائد 90 اللي هي بكام؟ 120، كوزاين 120 ناقص كوزاين 90 سيتا 1 دي ثابته على طول ب 90 في وضع البارل على دلتا تي. وشكرا للتحيه. طيب يا شباب السيشن بتاعتنا خلصت، اتمنى تكون استفدت. لو عندك اي مشاكل علميه ابعت لنا على الواتساب، ولو عندك اي مشاكل تكنيكال خش على الفيسبوك كلمنا. اجتهد كده واسعى، وان شاء الله فيزيكس باور معاك دايما. اشوفكم على خير، سلام.